تخيل معايا كده صديقي تكون شاب ضعيفة وحالك يصعب على الكافرة، بس الوضع ده ما استمرش كتيرة، وفي يوم وليلة يبقى عندك قوة جبارة وتبقى أقوى شخص في المجرة. دي حكاية بطلنا رجنا. قبل ما نبدأ يا صديقي أحب أقول لك إن الحكاية دي من أجمد الحكايات اللي شفتها وهتشوفها في حياتك، فعاوزك تركز معايا كده علشان حكايتنا مليانة عظمة. وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. وبتبدأ الحكاية ببطلنا رجنا اللي بيكون في وسط القتال، بس بيسرح وبيشوف رؤية لشخص عجوزة بيقضي على تنين بقوة مرعبة جدا، وبيقول لازم ابقى اقوى من كده. نرجع تاني لارض المعركة، والتنين بيهجم على رجنا وبيصيبه وبيكون هيقضي عليه، بس بتيجي بنته وبتدافع عن رجنا وبتفرتك التنين، وبتكون قوتها جبارة جدا، وبيكون اسمها ليو، ودي صاحبة ومرافقة رجنا. وليو اقوى صيادة تنانين في المملكة، وبتقول رجنا لازم تكون مستعد للقتال في اي وقت وما تسرحش. ورجنا بيشكرها وبيحط ايده على دماغها. وهنا نعرف ان في العصر ده من الزمن بينتشر التنانين الشيطانية، وفي حرب طاحنة بين البشر والتنانين، وصائد التنانين بيقضوا على التنانين عن طريق تجميدهم بالهالة الفضية واللي بيطلق عليها الجينكي، او عن طريق حرقهم بأشعة الشمس. وبعد شوية رجنا وليو بيكونوا ماشيين في المملكة، والناس كلها بتبص لليو، وبنعرف انها مشهورة جدا، وبيقولوا مش دي اقوى صائدة التنانين، ده البنت دي سفاحة، رغم ان شكلها ما يقولش كده خالص. وبعدها رجنا وليو بيروحوا لمقر نقابة الصيادين، وبنعرف ان الصيادين بيعملوا مهام علشان يكسبوا فلوس، ودي طريقة شغلهم. ورجنا وليو بيكونوا قاعدين بياكلوا، وفي شخص بيقول لرجنا يا رجنا زمانك عايش حياة سهلة جدا ومرتاحة علشان انت عايش على قفا العبقرية ليو. وبنعرف ان ده سايكس تاني اقوى صياد في المملكة، وبيروح لرجنا وبيقول له انت مش شايف انك عقبة في طريق ليو؟ انت ضعيف لدرجة انك ما تقدرش تقتل نملة. وفي اللحظة دي ليو بتطلع سيفها وبتوقعه، وبتقول له مالكش دعوة برجنا، ولو تجرأت وكلمته تاني انا همحيك من على وش الارض. وبتقول انا هبقى اقوى واقوى وهصطاد التنانين اكتر لحد ما اقتل زعيمهم وابقى اقوى واحدة في العالم. وبعدها بتمشي هي ورجنا وبيرجعوا البيت، وليو بتنام. وبيجي اليوم اللي بعده وبيكون رجنا بيتدرب، وبيقول لنفسه انا عارف انه ضعيفة بس لازم احمي ليو ولو الوقت صغير، بس علشان اشكرها على كل اللي بتعمله معايا. وفي اللحظة دي بيسمع صوت شخص بيقول له مش هتقدر، وبيبص وراه وبيظهر الراجل العجوزة وبيقول له مش هتقدر علشان هي هتموت. وفي اللحظة دي بيشوف رجنا نار تشتعل في المملكة بالكامل والناس كلها بتموت، وبيشوف ليو هي مصابة بإصابات خطيرة جدا وأشواك كتيرة بتخترق جسمها كله وبتموت ليو. ورجنا بيفوق وبيقول الكابوس ده أوحش كابوس شفته في حياتي، وبيكون خايف ومش فاهم حاجة، وبيسمع صوت الشخص وهو بيقول له الوقت قرب جدا. وبيجي اليوم اللي بعده ورجنا وليو بيروحوا للنقابة وبيلاقوش مهامة، وبيرجعوا تاني وبياكلوا وبيناموا. وبيجي اليوم اللي بعده ورجنا بيشوف نفس الرؤية دي تاني وبيحلم بيها مرة تانية، وبيكون خايف جدا، فبيتدرب بأقصى جهده علشان خايف لا يتحقق الحلم اللي بيشوفه. وبيفتكر كلام الراجل العجوزة وهو بيقول له ليو هتموت. وبيمر الوقت وبنعرف ان التنانين بدأت تتحرك للشرق ناحية مملكة دونابير، بس المملكة دي التنانين ما هجمتش عليها من 25 سنة، وكل الصيادين قاعدين بيتكلموا في حوار التنانين، ورجنا في عالم موازي مش معاهم خالص، بيفكر بس في الحلم اللي بيجيله، وبيقول لنفسه هو ده حلم فعلا؟ ومين الراجل اللي بيظهر لي ده؟ وليه كل ده بيحصل الايام دي؟ وبيكون خايف جدا. وليه بتفوقه وبتقول له انت بقالك فترة كده بتسرح على طول يا رجنا، وبتقول له انت بتتدرب بقالك فترة بجد كبيرة. فبيقول لها انا عاوز اكون قوة ليكي يا ليو بس انا ضعيفة ومش بقدر اعمل حاجة. فبتقول له اول ما شفتك كان الناس بيضربوك، بس حسيت ان انت عندك قوة جبارة جدا وواثقة، وعندي احساس قوي ان انت هتبقى قوي بشكل مرعب وخطير جدا، وقوتك هتهدد اعظم التنانين الشيطانية. وبتقول له مش عارفة ده هيحصل امتى ولا ازاي، بس انا متأكدة من ده. وبتحضنه وبيمر الوقت ورجنا بيشوف نفس الكابوس تاني وبيقول الوقت قرب جدا. وبعدها بيروح هو وليو لمقر النقابة، وبيعرفوا ان مملكة دونابير وهلكت واتدمرت بالكامل، وده بسبب هجوم سرب ضخم من التنانين. كله اتصدم، دي من اقوى الممالك ازاي سقطت واتدمرت؟ وفي اللحظة دي ليو تبص لرجنا وبتلاقيه مصدوم جدا ومرعوب، وبيقول ليو ولسه ما كملش كلامه بتحصل هزة ارضية قوية جدا، وليو بتحس بهالة مرعبة لدرجة خطيرة جدا، وبتروح وتشوفها وكانت الصدمة المملكة كلها تشتعل فيها النيران ومحدش عارف هو ايه اللي بيحصل بالظبط. ورجنا بيزعق وبيقول لازم نهرب يا ليو. فبتقول له ليه؟ فبيقول لها علشان هتموتي. فبتقول له ما تقلقش مش هموت.
وبتروح لوسط المملكة، وبتكون المعركة بدأت والجنود بيموتوا واحد ورا التاني ومش قادرين يعملوا حاجة قدام التنانين. وفجأة بيظهر شخص من وسط النهر وبيكون مغطى بالدم، فبيروحوا له وفي لمح البصر بيخرج رماح من الدم وبيفرتكهم، وبيخرج نار مرعبة جدا وبيلبس هدومه وبيقول صباح الخير يا معشر البشر، هموتكم كلكم ما تقلقوش. وهنا راجنا بيشوف النار وبيروح يشوفها وبيلاقي الشخص ده وبيشوف رماحه وبيقول ايوه هي دي اللي هتقتل ليو، وبيكون مرعوب جدا. وهنا سايكس بيشوف التنين ده وبيقول تنين شيطاني عظيم بيعمل ايه هنا. وفي اللحظه دي راجنا بيهجم عليه من وراه، وكانت الصدمه سيف راجنا هو اللي بيتكسر. ايه كل القوه المرعبه دي؟ مين الشخص ده وليه قوته جباره كده؟ والتنين الاعظم بيضحك وبيخرج لهب قوي جدا وبيبعد راجنا بعيده وبيرميه في النهر. وفي اللحظه دي بتيجي ليو وبتقول لسايكس يروح وينقذ راجنا وهي هتقتل التنين الاعظم. وسايكس بيعمل كده فعلا، وليو بتكون غاضبه جدا وبتقول له ازاي تتجرأ وتسيب راجنا، وبتزعق وبتقول له هقتلك. وفي الوقت ده بيكون راجنا بيغرق في النهر وبيشوف الرؤيه كامله، وهي بعد موت ليو راجنا هيقاتل التنانين باقصى قوته وهيطمح للقوه العظمى علشان يقضي على زعيم التنانين ويقضي على اخر تنين في الوجود. وفي اللحظه دي بيظهر راجل عجوز تاني، وهنا جاءت اكبر صدمه وبنعرف ان ده يطلع راجنا في المستقبل وبيقول له انا مستقبلك وانت الماضي بتاعي يا راجنا، وانا دلوقتي بقيت اقوى شخص في المجره بالكامل ومفيش قوه تقدر عليا، وعندي القوه ان اقضي على ملوك وزعماء التنانين لوحدي. بس كل ده بعد ايه؟ بعد ما ماتت ليو البنت الوحيده اللي كنت عاوز احميها وما قدرتش، ودلوقتي مفيش حاجه احميها. وايه الفايده من القوه دي ما دام انا خسرت كل حاجه؟ وبيزحق راجنا وبيروح له وبيمسكه وبيقول له اديني قوتك انا محتاجها دلوقتي علشان قدامي كل حاجه عاوز احميها، كل حاجه هتروح مني بعد لحظات من دلوقتي، ولازم احمي كل حاجه دلوقتي او هخسر كل حاجه. وراجنا المستقبلي بيزعق وبيخرج سيفه وبيخترق جسم راجنا وبيقول له ده اللي كنت بخطط ليه من بدري، وانا تمنيت ان يكون عندي القوه اللي عندي حالا في الوقت ده. وفي اللحظه دي راجنا بيحس بصدمه قويه جدا جواه، وسايكس بيطلع راجنا من النهر وبيلاقيه بيزعق بقوه وعروقه بدات تبرز في وشه بشكل مرعب. وراجنا المستقبلي بيقول دلوقتي الماضي والمستقبل متصلين ببعضهم وهصب كل قوتي فيك يا راجنا. وبيزعق وبيقول له دمر التنين الاعظم يا راجنا. ومن هنا هيبدا الجمدان والعظمه كلها يا صديقي. ومن الناحيه الثانيه ليو مش قادر تعمل حاجه قدام التنين الاعظم. ليو بتقول له معقوله تكون انت ملك التنانين؟ فبيقول لها انت بتتجرأي وتقارنيني بملكنا؟ وبيقول لها انا جريمولوت العضو العاشر في سلاله الجناح، انا اضعف واحد في التنانين العظمى. وليو بتتصدم كل ده وده اضعف تنين اعظم. وجريمولوت بيقول لها البشر كلهم هيموتوا علشان ملكنا قرر انه يخلص منكم، انتوا مفكرين انكم بتشكلوا خطر علينا؟ انتوا مجرد حشرات ضعاف قدامنا. ولسه هيقضي على ليو وبيحس بقوه مرعبه جدا وراه وبيبص وراه وبيخاف جدا وبيقول في حاجه جايه، وبيكون درجنا وبيقضي على التنانين ببصه واحده بس. قوه جباره جدا بتخرج منه، وبنعرف ان راجنا المستقبلي طور اسلوبه بشكل مرعب لدرجه انه اتحد مع سيفه وبقى بيخرج الجينكي من اي جزء من جسمه وتخطى كل حدود البشر بقوه هائله جدا. وراجنا بيكمل ماشيه وبيختفي مره واحده وبيظهر قدام التنين الاعظم، والتنين بيخاف جدا وبيكون مرعوب. بيقول نفس الاحساس اللي حسيته قدام ملوك التنانين، دي القوه المطلقه. وراجنا بيتلف حواليه هاله مرعبه لاقصى الحدود، قوه خياليه. والتنين بيغضب جدا وبيتحول لتنين بالكامل وبيخرج كامل قوته وبيقول مستحيل بشر يقدر عليا، وبيقول له اتفرج على القوه العظمى وبيخرج كامل قوته. وكانت خيبه الامل، راجنا بيجمده في لمح البصر وبصبع واحد بس بيدمر التنين الاعظم في غمضه عين. يا جبروتك يا جدع، راجنا مرعب جدا وكله مصدوم، محدش مصدق اللي شايفه. وراجنا بيروح وبيحضن ليو وبيقول لنفسه كل القوه دي بفضلك، وبيكون قصده على راجنا المستقبلي. وفي الوقت ده بيكون راجنا المستقبلي واقف مع واحده وبتقول له انت عارف ان اللي انت عملته ده ليه تمن، والماضي بتاعك مش هيطول في الدنيا دي، بس كل حاجه تعتمد على الماضي بتاعنا دلوقتي. وفي اليوم ده سقطت وهلكت 6 ممالك للبشر ووقعت تحت ايد التنانين، وفي نفس اليوم ولد اقوى واعظم واخطر مقاتل في التاريخ. وبيجي النهار وراجنا بيكون قاعد مع ليو وبيجي سايكس وبيقول لهم هتعملوا ايه؟ فراجنا بيقول لازم نخرج من المملكه لان زعيم التنانين امرهم بتدمير المملكه، فمش
هيجوا ورانا لو مشينا. وفي اللحظه دي سايكس بيقول لراجنا انت مين؟ انت مش راجنا الهفا اللي اتعودنا عليه، وراجنا ما كانش بالقوه العظيمه ولا الفخامه والذكاء ده. وفي الوقت ده راجنا بيغمى عليه وبينام، وليو بتقول لسايكس ان راجنا كان بيتدرب كتير وبقى قوي، بس القوه دي بتستهلكه بشكل كبير. وفي اللحظه دي بتحصل هزه قويه جدا، فبيروحوا وبيشوفوها وبتكون جايه من الغابه، وليو بتروح لها بسرعه وراجنا نايم. وفي الوقت ده البنت اللي كانت بتكلم راجنا المستقبلي بتقول دلوقتي هنتقابل يا راجنا، ومن هنا هتبدا الحكايه. الاحداث ولعت يا جدعان، ففوق معايا كده صديقي علشان العظمه اللي جايه دي. وهنا في الغابه بيكون في تنين قوي جدا ماسك طباخه ومساعدينه وبيعملوا له اكله، وهو بيجربه وبيكون حلو، بس بيمسكهم وبيقول بس مش احلى من طعمكم، وبياكلهم. وبيكون في بنت تالته واقفه وراه وبتكون خايفه، وبيكون التنين ده هو سبب كل الفوضى اللي حصلت بره دي. وهنا سايكس وليو بيكونوا قاعدين بيقطعوا في الشجره اللي بتهجم عليهم، وفي الوقت ده الشجر بيخترق البيت وبيمسك راجنا وهو نايم، وليو بتروح بسرعه علشان تنقذه، بس الشجر بيهجم عليها وبيكون هيقضي عليها. بس في اللحظه دي بيصحى راجنا وبتنطلق قوه هائله جدا بتفرتك كل الشجر اللي حواليه، وبتكون هالته مرعبه جدا. وفجاه بيتحرك راجنا بسرعه مرعبه وبيجري، وليو بتجري وراه وبتنده عليه، وبس هي مش قادره تلحقه، وبتقول راجنا بقى قوي جدا وسرعته مرعبه. وراجنا بيقول لنفسه هو انا نمت في وسط كل الخطر ده؟ بعد ما انقذت ليو حسيت بالامانه، مع اني عارف ان الخطر لسه ما انتهاش. وبيدخل الغابه وبيلاقي التنين فبيهجم عليه وبيسيبه بضربه خطيره جدا وبيطيره، وبيقول لنفسه كل اللي حواليه التنانين بتهاجمهم وبيموتوا، وعلشان افادي ده لازم اقضي على التنانين كلها، بس مش هقدر اعمل كده لوحدي علشان نفسي المستقبليه ما قدرتش. وبيبص وراه وبيشوف البنت وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا يا كريموزون؟ ايه كريموزون؟ وبنعرف ان راجنا قصده على الملك كريموزون اللي كان عاوز يقضي على التنانين وبقى خاين ونفوها، وده الملك اللي كان عاوز يقابل راجنا. بس البنت بتقول له كريموزون مين؟ وانت مين اصلا؟ وبيكون راجنا المستقبلي اتحد مع كريموزون علشان يقضوا على كل التنانين بما فيهم كريموزون. بس البنت بتقول له اول حاجه انا بنت واسمي اليزا، معرفش مين كريموزون ده. وفي الوقت ده بتيجي ليو وبتقول له انت سريع كده ليه يا جدع؟ وفي اللحظه دي بيرجع التنين وبيقول له انا تنين اعظم، ازاي تتجرأ وتعمل معايا كده؟ وبيهجم على راجنا، بس راجنا بيخرج كرة من الطاقه وبيرميها في بقه وبيشتغل ليو وبيختفي فجاه وبيظهر وراه، والتنين بيتفكر في لمح البصر جاب مكانك يا راجنا. وراجنا بيقول ليو تمشي وتنقذ كل الناس وتبعدهم من هنا، وهو هيخلص الموضوع هنا ويبقى يجي لهم. بس ليو بترفض وبتقول له رجلي على رجلك في اي حته انا معاك. بس راجنا بيرفض وليو بتتعصب وبتزعق، فراجنا بيقول لنفسه اول مره اشوفها متعصبه ومش قادره تتخذ الاختيار الصح، وبيقول لازم ما تهونش معاها، فبيقول لها لازم نبعد عن بعض. فبتقول له ليه يا راجنا؟ وبتعيط، فبيقول لها علشان انت ضعيفه يا ليو، لو جيتي معايا هتموتي. وليو بتتصدم صدمه عمرها، مش مصدقه نفسها ان راجنا قال لها الكلام ده، وبتغضب جدا وبتهجم باقصى قوه على راجنا، وكانت خيبه الامل. راجنا بيتصد لها بصبع واحد بس وبيبعدها وبيقول لها الوداع يا ليو. وبيمر شويه وقت وليو بتصحى وبتلاقي نفسها مع سايكس وبقيه الناس وطالعين من المدينه ورايحين مكان تاني، وسايكس بيقول لها هو ايه اللي حصل بالظبط؟ فليو بتفتكر كلامها مع راجنا لما كانت بتقول له انها عاوزه يبقى عندها قوه جباره جدا وبتخلصش، وبتقول انا هجمت عليه باقصى قوتي وما قدرتش اعمل حاجه، وده لان راجنا بقى عنده القوه المطلقه اللي كنت بحلم بيها، بس ليه سبتني يا راجنا؟ وبتعيط. وهنا راجنا بيراقبهم من بعيد، وبتيجي اليزا وبتقول له انت راضي كده؟ وبيكون بيعيط، فبيقول لها ايوه كل ده علشان احميها. وبيقول لها بس انت هتساعدني يا كريموزون ان نقضي على كل التنانين. فبتقول له يا ابني انا لو تنينا اشعه الشمس هتحرقني. فبيقول له لا انت قوتك مختومه وبتعرف تغير شكلك وجنسك وقت ما حبيت، وهي مش فاهمه اي حاجه. وراجنا مصمم انها ملك التنانين كريموزون، وبيفتكر كلام كريموزون المستقبلي وهو بيقول له قابلني يا راجنا، ومن هناك هتبدا حكايتنا، بس خد بالك مش هوثق فيك بسرعه. وده اللي بيحصل دلوقتي فعلا. فراجنا بيروح لها وبيزن عليها شويه، وفي اللحظه دي راجنا بيقع على الارض وبيغمى عليه، وفجاه البنت لون عينها بيتغير وبتكون هتعمل حاجه في جسم راجنا. دي شكلها كريموزون فعلا زي
ما راجنا بيقول. وهنا راجنا بيشوف في المستقبل اول ما تقابل مع كريمزون وبيكون هجم عليه واصابه، بس كريمزون ما كانش بيموت كل ما بيقضي عليه، وده لانه بيقدر يغير شكله. وكريمزون قال له انا اول مره اشوف بشر بقوتك المرعبه دي، وبيتحدوا مع بعض انهم يقضوا على التنانين، واتفقوا ان راجنا يقضي عليها في الاخره. وبيمر الوقت وراجنا بيصحى، وإليز او كريمزون بيقول له هو صحيح ان زعيم التنانين امرهم بالقضاء على البشر؟ فبيقول له ايوه، وعلشان كده لازم نقضي على التنانين ونقضي على احد الملوك وهو الملك اللي بيحركهم. فبتقول له ده مستحيل حد يقدر يهزمه. فبيقول لها لا، نفسنا المستقبليه قدرت تهزمه وحققوا اكتر من كده كمان، بس بعد 20 سنه، بس المره دي هنحققه بدري علشان احنا اتقابلنا يا كريمزون. فبتقول لنفسها بشري عارف هويتي الحقيقيه ازاي، وبتطلع دي كريمزون فعلا. وكلام راجنا كله صح، وبيقول ان راجنا بيشوف المستقبل، وبنعرف ان لما كان راجنا نايم هو فحص جسمه واكتشف ان جسم راجنا متحد مع سيفه، وانه ما بيستهلكش الطاقه لها انما هو بينتجها، ودي قوه جباره جدا. وبيكون متحمس جدا وبيقول ده راجنا ده يقدر يهزم ملوك التنانين لوحده. وفي اللحظه دي بيظهر تنانين وبيكونوا رايحين لاتجاه الناس، فراجنا بيشتل كريمزون وبيتحرك بسرعه خياليه وبيسيب اول واحد وبيلزقه في الارض حرفيا، وبقيه التنانين بتروح له. بس على مين يا معلم؟ راجنا بيظهر قوه مرعبه جدا وبيظهر سيوف من طاقته وبيهجم بيها على التنانين وبيفرتكهم واحد ورا التاني. يا جبروتك يا راجنا. وإليز بتمسك سيفه وبتفحصه وبتتصدم وبتقول قوه سيف واحد من دول في قوه تخلي اضعف صياد تنانين يقدر يقضي على تنين اعظم. دي قوه جباره لا دي خياليه، قوه مرعبه جدا، وكل ده في جسم واحد بس هو الاسطوره راجنا. وبتقول معنى كده اننا لو جهزنا جيش كامل بالسيوف دي هنقدر نبيد التنانين عن بكره ابيها. وكريمزون بيضحك ضحكه شريره وبيخرج سلايم وبيروح يمسك في التنانين، وفي اللحظه دي بيتحول كريمزون لشكله الحقيقي وبيزحق وبيقول للتنانين انتم الان قدام مولاكم. والتنانين بتموت، ومن هنا ظهر الملك كريمزون وبيدي الراجنا ازازه وبيقول له انا موافقه على عرضك بس بشرط انك تشرب اللي في الازازه ده، وده علشان لو عصيت اوامري اخليك تحس بالم ما حسيتوش في حياتك، وده لان قوتك بتشكل لي تهديد كبير جدا فلازم يكون عندي ضمان. ولسه ما كملتش كلامها راجنا بيشرب الازازه. من لحظتنا دي هنقتل كل تنين وكل ملكه وبعدها نقتل الزعيم، واول ما نخلص من كل حاجه فراجنا بيكمل كلامه وبيقول له هقتلك اول ما نخلص. وده فعلا اللي كريمزون بيخطط ليه. ومن هنا بدات حكايه الملكه مع الاسطوره راجنا. وفي الوقت ده بيكون في ملك من ملوك التنانين بيحاسب مجموعه من البشر ونازل فوقهم ضربه ومش رحمهم، وتنانين كتيره جدا بتقضي على صائد التنانين. ومن الناحيه التانيه بيظهر سلايم تابع كريمزون وبيتعرف على راجنا. وكريمزون بيسال راجنا عن المستقبل فبيقول له خسرنا وما بيكونش فاكر اي حاجه تانيه. وبيقول له انا اول ما شفتك افتكرت على طول. فبيقول كريمزون يعني ذكرياتك محتاجه تحفيز يعني. وبيمر الوقت وهنا راجنا وكريمزون بيروحوا وينقذوا صائد التنانين. وكريمزون بيقول راجنا عاوز اختبر قوتك على ملك التنانين. وبتقول للصيادين ما تخافوش اللي واقف ده راجنا قاتل التنانين يحميكم طول ما هو هنا. وبيقول لهم وانا كمان ساحر وبقدر استخدم السحر. وبيقول لنفسه هيكون سهل جدا التلاعب بالناس دي. وكريمزون بيستخدم سحره عليهم وبينومهم مغناطيسيا. وبيجي صياد تنانين وبيقول لهم ساعدونا في تنين قوي جدا وقوته مرعبه ومحدش قادر عليه. وبيقول لهم لما كنا في المدينه ظهر مره واحده اعصار مرعب جدا وبيدمر في كل حاجه حواليه. وفي الوقت ده انا حسيت بهاله شخص مرعبه جدا وانا متاكد ان في وحش مرعب جوه الاعصار ده. فكريمزون بيقول ده المقعد الثالث تنين اعظم تنين العاصفه. وفي الوقت ده راجنا بيقول انا رايح له وبيكون ماشي بس كريمزون بيلمسه وبيقول له لا مش هتروح او بالادق مش هتعرف تروح. وفجاه راجنا بيقع على الارض ومش قادر يتحرك. فكريمزون بيقول له انا شليت حركتك لفتره معينه علشان انت بتحمل جسمك ضغط اكبر من حجمه وعضلاتك عاوزه تستريح، واول ما تخلص معالجه جسمك هتقدر تتحرك تاني. وكريمزون بيقول للصيادين ما تخافوش ده راجنا تعبان بس شويه، وبيقعدوا يتحايلوا عليه علشان يساعدهم بس هو بيرفض. وبيعرضوا عليه انهم يدوا كل اسلحتهم بس بيرفض برضه. هو ايه اللي في دماغك يا كريمزون؟ وكريمزون بيضحك وبيقول لنفسه هم مصرين كده ليه؟ وبيقرب كريمزون منهم وبيقول لقائدهم انت حاسس بالذنب مش كده؟ علشان وانت بتهرب من العاصفه سمعت اصوات وراك عاوزين النجده وانت ما ساعدتهمش والعاصفه خدتهم وقطعت اشلاءهم مش كده؟ وكريمزون كل ده وهو عاوز يتحكم
في عقولهم بشكل كامل، وكلام كريمزون بيدمر في عقولهم، والقائد بيزعق وبيقع على الارض وبيقول له كلامك صح بس ما كناش هنقدر نعمل حاجه، مستحيل اقدر اقضي على تنين اعظم. فكريمزون بيقول له وانت فرحان بحالتك دي؟ فبيقول لها لا، بس انا لو عندي القوه زيك كنت هقدر اعمل حاجه. وكريمزون بيضحك، وهنا وصل كريمزون للي كان عاوزه، وبيمسك سيف راجنا وبيقول له ده اللي انت محتاجه، سيف قاتل التنين بيقدر يقتل اي تنين. والقائد بيمسكه وبيوصل كريمزون للي هو عاوزه. وفي اليوم اللي بعده كريمزون بيفتح باب سري وبيدخلوا فيه وبيلاقي اوضه مخفيه ومليانه اسلحه، وبيكونوا مصدومين، وبتكون دي اوضه كريمزون اللي مجهزها، وبيكون فيها اسلحه متقدمه وقويه جدا. وكريمزون بيخلي راجنا يشحن الرصاصات بالقوه الفضيه بتاعته، وبيعمل كده فعلا. وكريمزون بيكون حاسس ان راجنا في حاجه شغلاه، فبتقول له ايه اللي قلقك كده؟ فبيقول له انت متاكد من فوزك على تنين العاصفه؟ فبيقول له ايوه انا، بس مش هضمن ان الصيادين دول هيكونوا عايشين ولا لا. وبتقول له ليه وصاحبتك هدفك انك تحميها مش كده؟ فبيقول له ايوه انا. فبيقول يعني لو ماتت ليو مش هيبقى ليك هدف انك تقضي على التنانين. وبيقول له ان هم بعد ما بقوا شركاء بقى خايف على ليو هي كمان. وراجنا بيقول له انا كنت بفكر يعني ان لو ليو جنبي هيكون امن من انها بعيده. فكريمزون بيقترح عليه فكره وبيقول له ايه رايك نخطفها ونديها منهوم ونحطها في مكان امن جدا ومحدش هيوصل له. وراجنا بيكون هيضرب كريمزون وبيقول له ده انت شرير يا جدع. وكريمزون بيضحك وهو بيمشي، وكريمزون بيعرف ان مفيش ولا حد لسه عايش في المدينه، وتنين العاصفه قضى عليهم كلهم. وبيقول لنفسه لازم ما اخليش ولا راجنا ولا الصيادين يعرف بده. وبيجي الليله وكريمزون بيلقى خطاب للصيادين علشان يحمسهم، وبيكونوا طالعين في وقت قريب من الفجر، وبيروحوا للتنين بالعربيه. والتنين بيقول للاسف وقت الفجر قرب، هبقى اجيلكوا بعدين. وفي الوقت ده كريمزون بيمسك مكبر صوته وبيتكلم وبيستفز التنين، وبيقول له انت قاعد عندك كده وعامل لي فيها جامده، ما تيجي وتوريني نفسك. وبيستفزه اكتر، وتنين العاصفه بيتضايق وبيقول ازاي بشري يتجرأ ويتكلم معايا بالاسلوب ده. وهنا كريمزون بيقول للصيادين يلا يا رجاله الشمس قربت تشرق، يلا نقضي عليه. وبيكون كريمزون اختار الوقت ده بسبب ان الشمس قربت تشرق، وبيحاصروا تنين العاصفه من كل حته. وفي الوقت ده قائد الصيادين بيقول لنفسه من اول ما الساحر ده جالنا وحسيت ان خوفنا اختفى وحسينا بالشجاعه والقوه وكانه سحر ادمغتنا، بس العدو اللي قدامي ده مرعب جدا ومش عارف جبت الفكره منين ان في صيادين ضعفاء زينا يقدروا يهزموا وحش زي ده. وبيكون مرعوب جدا، بس القائد بيزعق وبيقول لاصحابه ما تخافوش يا رجاله هنقدر عليه. وكريمزون بيضحك وبيتحرك بعربيه وبيطلقوا عليه ومكان الضربات بتتجمد. وكريمزون بيقول في فكره غلط عند البشر، وهو ان السحر الفضي هو اللي بيتجمد، لا الهاله الفضيه هي اللي بتجمد السحر في دماء التنانين. وتنين العاصفه بيقول هم اخترعوا رصاصات بهاله فضيه ولا ايه؟ وبيقول بس ده مش هيأثر في العاصفه بتاعتي ولا هيهزها حتى. بس كريمزون بيقول بس ده هو اللي مفكره. وبيقول لصيادين تانيين يطلقوا بيعملوا كده فعلا، وبتكون الاسلحه دي بالرصاصات محاطه بهاله الفضه وفعلا بتخترق العاصفه وبتأثر فيها جدا. والتنين بيغضب جدا ويقول هقطع عليكم. والصيادين بيكملوا ضربه وكريمزون بيفضل يستفزه والعاصفه بتكبر جدا. والتنين بيغضب وبيقول انتوا حشرات وازاي بتتجرأوا تتحدوني، وبيزعق وبيدمر في المباني كلها وبيزعق بعلو صوته بس على مين يا معلم. بيكملوا ضرب فيه والعاصفه بتخبط في جدار، وفي اللحظه دي بتتدمر العاصفه والتنين بيتصدم وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ وبيكون ده راجنا وهو اللي محاوط السور ده بهالته وبيغرزوا رمح فض في جسم التنين. والتنين مش مصدق هو ايه اللي بيحصل، التنين مش مجمع ايه اللي حصل فيه، والشمس بتحرق جلده وبيحاول يتحكم في الرياح وبيقدر يهرب من الصيادين. وفي الوقت ده العربيه بتتحرك وبتخبط التنين وبتفرمه حرفيا، والقائد بيطلق عليه بقوه وبيفرتكه وبيقضوا عليه. وكريمزون بيقول لو كان تحول لشكله النهائي كان هيقدر يستدعي اكتر من 8 اعاصير في نفس الوقت، وكانت خطتي فتفشل. بس هو ما تخيلش انه هيخسر قدام مجموعه بشر، واهي دي اخره الكبرياء والغرور. وفي الوقت ده راجنا بيقول لنفسه كريمزون قوي جدا واكتر حد خطير لحد دلوقتي، وكل المعركه دي وكان بيجرب قوتي بس وما كانش معتبر ان دي معركه ولا حاجه. وهنا اكتشف راجنا رعب كريمزون، وبعدها الصيادين بيشكروه وبعدها بيمشوا. وكريمزون بيقول لراجنا الوجهه الجايه للعاصمه الملكيه. وهنا في العاصمه بيوصل الملك خبر هلاك مدينه معينه، وبيقول له مين الدوله اللي عملت كده؟ فبيقول له مش الدوله اللي عملت كده يا ملكه. فبيقول له امال مين؟ فبيقول له اول ما غربت الشمس نزلت صواعق
صاعق ورعد من السماء، وبعدها جت جيوش من التنانين ودمروا المدينه بالكامل. فالملك بيقول لنفسه هو ايه اللي خلى التنانين غاضبه؟ بس احسن حاجه ان العاصمه متحوطه بحاجز مقاوم لكل التنانين. وفي اللحظه دي بيظهر حد في السماء والزمن بيقف فجاه. هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ بس الملك بيقدر يتحرك، والملك بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ وفي الوقت ده بتنزل واحده من السماء وبتقول له اسفه على دخولي ده، انا المقعد الاول، الملكه المجنحه التيماتيا. يا جدعان المقعد الاول بنفسه نزل للملكه، والملك بيتصدم وبيقول ايه اللي جابها دي هنا؟ وبيقول لها طب والحاجز؟ فبتقول له الحاجز اللي بيحمي العاصمه عن طريق اشعه الشمس ما عملتش فيه حاجه، بس انا واقفه وحرانه شويه. ده الشمس مش مؤثره فيها. وبتقول لك حرانه، والملك مصدوم ومش قادر يتكلم. وبتقول له انا جيت هنا علشان اعتذر لك، علشان تابعي اخترق المعاهده ودمر مدينه من مدنك. والملك بيكون مستغرب وبيقول سلوكها وطريقه كلامها ولا كانها ملاكه، بس ازاي دي المقعد الاول؟ وبنعرف ان في حرب البشر والتنانين من الاف السنين، دي الملكه الوحيده اللي ما شاركتش في الحرب وما عندهمش اي معلومات عنها. والملك بيقول لنفسه ما دام الحاجز ما حصلوش حاجه يبقى اقدر اقضي عليها، وده عن طريق القوه اللي متخزنه في الحاجز. وفي الوقت ده التيماتيا بتقول له انا ما كنتش عاوزه الناس اللي في العاصمه يحسوا بالالم قبل موتهم، كنت عاوزاهم يموتوا من غير ما يحسوا بحاجه. والملك بينصدم، انت بتقولي ايه؟ مش انت جايه تعتذري لي علشان دمرتوا المدينه؟ فبتقول له ايوه انا، بس لازم العاصمه دي تتبادى وده طلب زعيمنا. دي البشريه كلها هتشوف ايام سودة يا جدعان. والتيماتيا بتقول له وانا ارسلت اتباعي لكل المدن القريبه من هنا، فبيقول لها وقفيهم بسرعه. فبتقول له مش هينفع. فبيقول لها انت كده هتجر حرب بينكم وبين البشر. فبتقول له مش هتلحق تحصل حرب اصلا. يا جدعان ده شكل التيماتيا ناويه تخلص على طول. والملك بيقول ما عنديش خيار تاني، وبيفعل اقوى سلاح عند المملكه وبيجمع كل الطاقه اللي في الحاجز وبيكون هيطلقها مره واحده. بس في اللحظه دي حد بيظهر وبيقضي على الملك في لمح البصر، وبيقول له ما حدش يقدر يرفع سلاح قدام ملكتنا. وبيكونوا دول اتباع التيماتيا، والتيماتيا بترجع بالزمن وبترجع الملك للحياه من تاني. والملك بيكون مرعوب جدا وبيقول مش انا كنت ميته، ازاي عشت تاني؟ فبتقول له انا رجعت الزمن قبل ما تموت. فبيترعب اكتر من قوه التيماتيا، وبتقول له كمان شويه هينتشر الرعب والخوف في المملكه دي، بس انت قادر انك ترحم شعبك بالالم والرعب ده عن طريق انهم يموتوا مره واحده من غير اي دوشه. وهنا التيماتيا راحت لشخص معين وبيكون حالته تصعب على الكافر، وبتقول له الخطه بدات بس في شويه مفاجات حصلت، وهي ان المقعد الثالث والمقعد الثامن والعاشر اختفوا بالقرب من الحدود الجنوبيه، واحتمال اللي قتلهم دي قوه غير معروفه. فبيضحك الشخص ده وبيقول يا ريت بس يكون قوي. والتيماتيا بتضربه وبتقول له كل اللي حصل ده بسبب تهورك، وبتطلع قلبه وبيكون ده قلبه وبيمتصه وبيرجع جسمه من تاني. وبتقول له بموجب الاحداث اللي بتحصل دلوقتي انتهت عقوبتك، المقعد الثاني تنين البركه والتي كروي. وبتقول له اقضي على المتمردين. فبيقول لها سيبي الموضوع ده عليا، وبيمسكها وبيقول لها لو قضيت عليهم هتحضنيني كمكافاه. فبتضربه بقوه جدا بس الولد ما بيحصلوش حاجه وبيضحك، وبتقول له روح يلا اقضي عليهم. فبيقول لها هستمتع بوقتي الاول، فانا اقدر افرتكهم في اي وقت. وبيختفي في لمح البصر. الولد شكله مرعب يا جدعان. وفي الوقت ده الراجنة افتكر لحظات من المستقبل وهو كان واقف قدام التنانين العظمى كلهم وما كانش قادر يعمل حاجه لانه تهور وقتلهم كلهم مع بعض. وراجنة كان يائس جدا من نفسه وخلاص هيستسلم. وفي الوقت ده المقعد الثاني والتي كروي بيمسكه وبيرفعه وبيقول له زعلان من نفسك؟ عاوز تموت؟ انا مش هموتك، هخليك تقطع نفسك من كتر الالم. والتنانين مش موافقين على قراره. فبيقول لهم من امتى طيبه دي يا رجاله؟ وعلى العموم محدش هيقدر يمنعني. ده المقعد الثاني بيتهور وبيتحدى كل التنانين وحتى التيماتيا. بس في اللحظه دي التيماتيا بتطير راسه بقوه مرعبه وهو بيضحك ولا كأن اي حاجه حصلت. والتيماتيا بتقول ده قراري وهو انها هنضمه معانا للتنانين. التيماتيا عاوزه تحوله لتنين وتخليه تنين اعظم. وفي الوقت ده المقعد العاشر بيقول لراجنة انتوا عندكم اعتقاد غلط وهو اننا اتولدنا كده من العدم، بس لا، احنا التنانين العظمى كنا في الاصل بشر بس منحنا دم التنانين. وراجنة بيتصدم. واحد بيقول صحيح كل كراهيتك اتجاهنا هتختفي لما تتحول. والتيماتيا بتخرج سيف من الدم وبتقول هغرزه في قلبك وبعدها تتحول، وبتعمل كده فعلا. وراجنة بيصرخ بعلو صوته وبيحس بألم شديد جدا. وفي اللحظه دي راجنة بيفوق وبيكون مصدوم جدا وبيقول لنفسه التيماتيا لازم اقضي عليها المره
دي. وكريمزون بيفكر وبيقول لنفسه انا لسه لحد دلوقتي ما اعرفش قوه راجنا ومدى تطور قوته، فهاجل القضاء على التماطيا دلوقتي. بس هي حررت اقوى تنين وهو والت كاموي وهيتوجه لمكان تاني. وكريمزون بيخطط انه يخلي راجنا يقاتل التماطيا في العاصمه. دي شكلها هتولع يا جدعان. وهنا بيدخلوا العاصمه وبتكون زحمه جدا، وكريمزون بيتنكر في شكل بنت وبيقول لراجنا ما يمشيش من هنا، ولو مشي يرجع بسرعه. وبيسيب السلايم بتاعه مع راجنا وبعدها بيمشي وبيكون بيحلل المكان كله وبيجمع معلومات، وبيلاحظ ان السكان بيقلوا جدا من غير ما حد ياخد باله. وبيطلع ان حراس التماطيا بيقضوا على عدد معين من البشر في العاصمه من غير ما حد يحس. وفي الوقت ده التماطيا بتكون ماشيه بين الناس في العاصمه وبتشوف طفل بيعيط. وهنا كريمزون بيروح لشخص معين وبيكون ده خادم كريمزون واسمه جوليم. وبتيجي واحدة كمان ودي كمان خادمة كريمزون واسمها تشيميرو. وكريمزون بيقول لهم انا عاوز راجنا يقاتل التماطيا ولازم كلنا نتعاون علشان نقدر نقضي على الملك المجنح. وهنا الجيش بيجمع الناس وبيلقوا خطاب علشان يهدوا الناس وفهموهم ان البشر منتصرين على التنانين. وفي الوقت ده راجنا بيكون بيتفرج وبيقول ده فخ. وهو ماشي في اللحظة دي بتعدي واحدة من جنبه وراجنا بيحس بحاجة وبيفتكر كلام كريمزون لما قال له ما تقاتلش التماطيا لو قابلتها. وبالفعل بتكون دي التماطيا وبتكون واقفه قدامه وبتقول له انت كويسه. راجل مصدوم ومرعوب جدا ومش عارف يعمل ايه، وبيقول لنفسه التماطيا قدامي لوحدها اقاتلها؟ لا، لازم استنى واتبع اوامر كريمزون. بس راجل محتار جدا ومش عارف يقاتلها ولا لا، وبيقول هي لوحدها اقدر اهزمها دلوقتي. وبيقول لنفسه انا متردد ليه. ومن الناحيه الثانيه تابع كريمزون بيوري له اللي حصل في قصر الملكه واللي التماطيا عملته. وكريمزون بيضحك ضحكه شريره. وهنا والت كاموي راح للصيادين اللي ساعدهم كريمزون ورجنا انهم يقضوا على تنين العاصفه، وبيقول لهم مين اللي ادالكم السيوف الفضيه دي؟ شكلها تبقى مردغانه يا جدعانه. وهنا رجنا بيكون هيقاتل بس السلايم بيتكلم مع التماطيا ورجنا بيتراجع وبيقول لازم اهدى هبقى قاتلها بعدين مع كريمزون. والسلايم بيبص للولد اللي معاها وبنعرف ان التماطيا بتكون بتساعده علشان يدوروا على امه وابوه. وفي اللحظه دي رجنا بتشتعل نيران غضبه وبيفتكر كل الخراب والدمار اللي عملوه للتنانين. وبيقول لها انت ليه بتساعديه؟ فبتقول له انا مش محتاجه سبب علشان اساعد حد، وعينها مليانه براءه ولطف. ورجنا بياخد السلايم وبيكونوا ماشيين، بس التماطيا بتقول لرجنا احنا اتقابلنا قبل كده، فبيقول لها لا. وفي الوقت ده بيجي نيبوليم حارس التماطيا وبيروح لها ورجنا بيقف مكانه. وهنا كريمزون بيكتشف نقطه ضعف التماطيا وهي انها ما بتقدرش توقف الزمن وترجعه في نفس الوقت. يا سلام، وفيها كده حاجه كريمزون. بس كريمزون بيقول يعني لو قتلناها هترجع بالزمن ونقتلها تاني قبل ما تعالج نفسها، وهترجع الزمن مرارا وتكرارا لحد ما سحرها يخلص، وفي الوقت ده نقضي عليها بشكل كلي. يا ابن الشريره يا كريمزون، دماغ توزن بلد يا جدعان. بس كريمزون بيقول وبرضه احتمال اكيد انها مش هتكون بالسهوله دي، والتماطيا هتستخدم قدر كبير من سحرها علشان تنفذ هجمات هائله. بس رجنا قدها وقدودها وهيقدر يتصدى ليها، وبتأمر الاثنين دول انهم يمنعوا اي حد من مساعدين التماطيا يتدخل في المعركه دي. نرجع تاني لرجنا اللي بيكون مشي وبيقول لنفسه انا ريت رجعت، انا في المستقبل كان مستحيل اعمل كده. وبيغضب من نفسه جدا وبيقول للسلايم رن على كريمزون ووصل له الكلام ده وقول له انا لقيت الهدف. وبعدها رجنا ماشي. ده شكل رجنا ناوي قتل التماطيا يا جدعان. ومن الناحيه الثانيه كريمزون بيقول لنفسه رجنا مستحيل يعصى اوامري، انا من اول ما عرفته وانا ببعت لعقله اشارات علشان يطيع اوامري. وفي الوقت ده السلايم بيرن على كريمزون وبيقول له على اللي حصل، وكريمزون بيتصدم. نرجع تاني لرجنا اللي بيكون واقف وبيتصنت على التماطيا وبيسمع التماطيا وهي بتقول لنيبوليم الطفل ده وعيلته هيموتوا امتى، فبيقول لها النهارده. وبتقول التماطيا مفيش حد هيقدر يهرب من الموت بس هنقدر نهرب من الالم. ورجنا بيتضايق جدا وبيغضب وبيعرف انهم بيقتلوا البشر في المملكه من غير ما حد يحس. وفي اللحظه دي رجنا بيظهر قدام التماطيا وبيقول انا عرفت انا كنت غاضب من نفسي ليه. انا ما انسحبتش علشان اكون هادي، لا انا انسحبت علشان خفت. انا خفت من قوتك وطبيعتك الغامضه. ورجنا بيزعق وبيكون غاضب جدا. وفي الوقت ده نيبوليم جسمه بيتكسر وبيطب ساكت على الارض. رجنا بدا فعلا. ورجنا بيقول اسف يا كريمزون بس لازم اقاتل بنفسي. وبيخرج سيفه والتماطيا بتتصدم وبتقول اذا انت عدو لينا، وبتخرج جناحها وبتكون هتوقف الزمن. بس على مين يا معلم؟ رجنا بيسيبها بضربات كتيره
كبيره فتاكه وبيقطعها على الحتت، بس التماتيا بترجع الزمن مره تانية وبتكون هتوقف الزمن بس ما بتلحقش، وراجنا بيصيبها بضربه مرعبه جدا وكل اللي موجود بيحس بقوه راجنا المرعبه وبتنتشر الفوضى في المملكه كلها، وراجنا بيشق التماتيا نصين وبترجع الزمن وبتكون غضبانه جدا وبتشن هجوم مضاد بقوه جباره، بس ده راجنا يا معلم. راجنا بيخترق النار ويطير التماتيا في الهواء، والتماتيا مصدومه ومش قادره تستوعب هو ايه اللي بيحصل، وفي اللحظه دي راجنا بيديها بوكس بيدغدغ وشها، وراجنا بيقول ارجعي بالزمن زي ما انت عاوزه. وفي الوقت ده التماتيا بتهجم على راجنا بلهب قوي جدا، وراجنا بيهجم عليها بسيوف الفضه بسرعه مرعبه، والسيوف بتخترق جسم التماتيا، وراجنا بيتصدى اللهب بتاعها، وراجنا بيقول اعظم تكفير للي انت عملتيه في الناس هو انك تموتي. وهنا كريمزون بيعرف ان راجنا بيقاتل التماتيا وبيكون غاضب جدا لانه ما توقعش ان ده هيحصل بالسرعه دي، وبيأمر خادمته ترجع وبيقول لنفسه كده كان الهدف من القتال ده اختبار مدى قوه راجنا، لو فاز هيكون انتصار مهم جدا. وكريمزون بيأمر مساعده الثاني انه يروح ويقاتل مساعد التماتيا ويمنعه انه يتدخل في القتال، وكريمزون بيقول لنفسه بس لو التماتيا استخدمت سلاحها السري الخطه هتتغير، بس بتقول اما نشوف يا راجنا هتقدر تحطم امالها للدرجه دي ولا لا. وراجنا نازل في التماتيا ضربه مش رحمها وبيسيبها بضربات مرعبه، والتماتيا مش قادره ترجع الزمن علشان راجنا مش مديلها اي فرصه، بس في اللحظه دي مساعد التماتيا بيكون امتص كميه كبيره من دم البشر وبيكون هيطلق هجوم مرعب على راجنا، بس في اللحظه دي المدفع بيتقسم نصين وبيكون ده مساعد كريمزون، وفي الوقت ده بيظهر حاجز حوالين راجنا وراجنا مش قادر يتحرك، وبتكون دي قوه نيبوليم وبيكون لسه عايشه وبيقول لسه شويه بس على ما التماتيا تستعيد قوتها. وفي الوقت ده التماتيا بتهجم بهجوم قوي جدا على راجنا وبتكون هتقضي عليه وتحبسه بشكل نهائي، بس راجنا بيخرج كامل قوته وبيدمر حاجز نيبوليم، وفي الوقت ده السلايم بياكل نيبوليم واكتمل تجديد التماتيا، والتماتيا بتكون هتوقف الزمن. هتعمل ايه يا راجنا؟ بس في اللحظه دي راجنا بينطلق بقوه مرعبه وبيخترق الحاجز وبيسيب التماتيا قوه لم يشهدها العالم من قبل، والتماتيا مش مصدقه ازاي في شخص بالقوه دي، وبتفتكر كلام وولت كاموي ليها وكان بيقول لها على فكره انت ضعيفه يا التماتيا، انت محتاجه من 1 ل 10 ثواني علشان توقفي الوقت، وده طويل جدا بالنسبه لنا، ده وقت كبير وكافي اننا ندمر كل خلاياكي. فبتقول له انتوا مين؟ فبيقول لها انا واي شخص وصل لمستوايا من القوه. ده معنى كده ان وولت كاموي بقوه راجنا او حتى اقوى منه، وراجنا بيصيبها بضربه صاروخيه وبينزعها في الارض، وبيقول لها دلوقتي طلعنا بره العاصمه يعني اقدر اخرج كامل قوتي، وبيصيبها بضربات مرعبه وبيعمل انفجار كبير جدا، وبتفتكر كلام وولت كاموي وبيقول لها لو قتلت واحد زي كده هتحتاجيني جنبك، بس لو ما كنتش موجوده هينتهي بيك القتال بالتدمير وبس. وقال لها وفي الظرف ده تستخدمي ورقتك الرابحه وهتخلصي النزال في ثانيه واحده بس. ايه ده يا جدعان؟ وفي اللحظه دي التماتيا بتستخدم كامل قوتها وبترجع الزمن فعلا قبل ما تبدا المعركه، وراجل مصدوم ومش مصدق هو ايه اللي حصل، وبيقول لنفسه لازم اعمل حاجه بسرعه قبل ما توقف الزمن. لسه ما خلصش كلامه التماتيا بتوقف الزمن. يا جدعان هتعمل ايه يا راجنا في الموقف ده؟ والتماتيا بتقول ان دي مهارتها السريه وبتستهلك منها قوه كبيره جدا وبتكون دي كل قوتها، وانت قدرت انك تشكل تهديد خطير عليا، بس مش عارفه انت مين، بس لازم اقضي عليك. معقول راجنا هيموت ولا ايه؟ وفي اللحظه دي التماتيا شافت صابع راجنا بيتحرك واتصدمت وبتقول مستحيل، ازاي؟ ولا دي كانت مخيلتي؟ ما ينفعش اصلا انه يقدر يتحرك. وفي الوقت ده نيبوليم بيصيب راجنا وبيصيب ضربات كثيره جدا وبيكونش رحمه، بس التماتيا بتوقفه، وبنعرف ان حراس التماتيا بيقدروا يتحركوا لما توقف الزمن وده بارادتها. والتماتيا بتقول لنيبوليم ان راجنا ما اثرش في اي هجمه من هجماتي وكانه مقاوم للسحر، ومع كل الضربات اللي انت ضربتها له دلوقتي مفيش ولا اصابه خطيره في جسمه وبتكونش عارفه ازاي تقضي عليه. وبتقول لمساعدها التاني انا سمحت ل3 بس بالتحرك بعد ما وقفت الزمن، انت والنيبوليم والملكه، فانا عاوزه الملك يهجم على العدو بقوه الحصن سلاح المملكه السري. وبتقول اتوقع ان ده هيقضي عليه بشكل كلي، ومساعدها بيقول لها بس خدي بالك ان في واحد كمان مع الشخص ده، وبتقول له ندور عليهم بعد ما نخلص منه. وبتطلب من نيبوليم انه يعمل حاجز، وبتبص لراجنا وبتقول لنفسها مش عارفه ليه حاسه انه قريب مني او من عيلتي، وبعدها بتكون ماشيه وفي اللحظه دي راجنا بيتحرك وبيقول مش هتهربي، والتماتيا بتتصدم وراجنا بيجري ناحيتها، والتماتيا مش مصدقه ازاي بيتحرك ومش شايف قدامه غير الدمار والحقد، والتماتيا مش مصدقه نفسها ما ينفعش تتحرك من غير اذني. ونيبوليم بيظهر
حاجز قوي جدا على التماتيا، بس راجنا بيخترق الحاجز بكل قوه وبيقرب من التماتيا وبيقول لها انت خايفه مني، والتماتيا مرعوبه، وراجنا بيخرج سيفه وبيصيبها بضربات سريعه ومرعبه جدا وبيقطعها حتت. يا جدعان هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وتوقف الزمن بيختفي والزمن بيرجع زي ما هو، ونيبلو بيمسك الجزء المتبقي من التماتيا وراجنا بيهجم عليها بكل وحشيه، والتماتيا مش عارفه تعمل ايه وبتقول انا لو رجعت الزمن مش هقدر اعمل حاجه وهيقضي عليا تاني، ولو وقفته هو مش هيوقف، والتماتيا خلاص ما قدامهاش خيار تاني غير انها تموت، وبتزعق وبتقول انا هموت، تنده على والت كاموي وبتقول ليه انت مش هنا، وفي اللحظه دي راجنا بيقف وبيخرج دم من كل جسمه. هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ وراجنا ما بيقدرش يتحرك وبيكون وصل لحد وخلاص، وفي الوقت ده مساعد التماتيا بيكون هيطلق سلاح العاصمه وبيعمل كده فعلا وبيعمل انفجار كبير جدا، بس بيظهر كريموزون وبيساعده وبيقول لها راجنا ما نفذتش اوامري وانتهى بيك الوضع خسران، ومساعدين التماتيا بيطلبوا منها توقف الزمن، بس هي في حاله صدمه ومرعوبه من جبروت راجنا، وكريموزون بيقول لنفسه التماتيا كانت واثقه تمام الثقه في قوتها وايقافها بالزمن، بس الثقه دي كلها راجنا قام بالواجب وكسرها، ودلوقتي هي مرعوبه من راجنا، وبالفعل التماتيا مش قادره تفكر في اي حاجه تانية غير ان ازاي راجنا قدر يتحرك وهي موقفه الزمن، ونيبلو ومساعدها التاني بيندهوا عليها علشان توقف الزمن، بس التماتيا في وادي تاني خالص بس بتكون هتوقفه، وفي الوقت ده كريموزون بيقول انت لسه فيكي نفس وبيفجر اماكن كتير جدا، والتماتيا بتصدم وبتنهار حرفيا ومش فاهمه كل ده بيحصل ليه وازاي. دماغ كريموزون دي دماغ شيطان يا جدعان، وكريموزون بيقول دلوقتي ما قدامكيش الا اختيار واحد بس وهو انك ترجعي بالزمن، يلا استخدمي سحرك، والتماتيا بتصرخ وبتكون هترجع بالزمن، بس في اللحظه دي نيبلو بيوقفها وبيقول لها ان استخدمتيها سحرك هيخلص وهتموتي، وده اللي عاوزه العدو، والتماتيا بتهدى وكريموزون بياخد راجنا وبيمشي، والتماتيا بتقول اعمل ايه؟ انا مش قادر اعمل اي حاجه ولا اقضي على العدو ولا امنع الالم ولا اي حاجه، والناس كلها بيحسوا بمعاناه كبيره جدا بسبب الدمار والخراب اللي سببه كريموزون، وكريموزون بيروح للتابع بتاعه وبيضربه وبيقول له انا فاكر اني قلت لك تكتر قنابل عند الصوره والبرج، ما عملتش كده ليه؟ لو كنت اتبعت التعليمات بالحرف كان زمان التماتيا دلوقتي ماتت، والتابع بيعتذر جدا. كريموزون ده يا جدعان خطير جدا، وكريموزون بيفتح باب وبيدخله وبنعرف ان دي اوضه منفصله عن العالم بشكل كامل، ودي هي اكبر كنز لكريموزون، وهنا نيبلون بيكون غاضب جدا ان ما قدرش يحمي التماتيا وبيقول لو كان والت كاموي هنا ما كانش ده كله حصل، وفي اللحظه دي بيخرج نيبلون كامل قوته وكريموزون بيحس بيها، ونيبلون بيعرف انهم في بعد تاني، وكريموزون بيقول مش هيقدر يلاقيني، هو قدر يعرف ان احنا في بعد تاني بس مش هيقدر يخترق الحاجز بتاعي، وكريموزون بيقول انتهت مهمتي هنا، دلوقتي احنا هنبعد عن المكان ده ونستعد للفتره وبعدها نرجع تاني، وفي الوقت ده راجنا بيصحى بس ما بيكونش قادر يتحرك وبيقول لا مش هنرجع، انا لسه ما خلصتش، التماتيا لسه عايشه، فكريموزون بيقول له المعركه خلصت خلاص وانت عملت اللي عليك وزياده واثبتت انك تقدر تهزمهم، وكريموزون بيقول ما تقلقش انا راضي، فراجنا بيزعق وبيقول له انا مش مهتم انت راضي ولا لا، التماتيا لسه عايشه هو ده اللي يهمني. راجنا شكله خرج على السيطره يا جدعان وبيخرج قوته مره تانيه، وفي اللحظه دي كريموزون بيزعق وبينده لكيميرا، وكيميرا بتمسك راجنا وكريموزون بيزعق له وبيقول له ازاي تتجرأ وتستخدم قوتك هنا، مش واحد زيك اللي هيضيع تعبي كل ده، وراجنا بيكون عمل شق صغير في الاوضه، وفي الوقت ده نيبلون بيلاقيهم وبيهجم عليهم من بره، وكريموزون بيتعصب جدا وبيقول مش واحد من اتباع التماتيا هيقدر عليا، بيأمر جولم يقتله وبيعمل كده فعلا وبيسيبه بضربه قويه، بس مساعد التماتيا بيهجم عليه وبيفرتكه، وراجنا بيقف وبيخرج قوه جباره وكذلك نيبلون، والاثنين مستحلفين لبعض، واوضه كريموزون بتتدمر، وكريموزون بيزعق وبيقول انت عارف ايه اللي هيحصل لك بعد ما خطتي تتدمر يا غبي، وراجنا مش شايف قدامه غير انه يقتلهم وبس، وفي اللحظه دي بيحصل حاجه غريبه وراجنا وكريموزون بيتنقلوا، وهنا في مملكه ليزي بنعرف ان راجنا وكريموزون اتنقلوا لمكان غلط ونزلوا في مملكه ليزي، والحراس مسكوا كريموزون، وكريموزون بيقول اتقبض عليا من قبل اكتر واحده رخمه في كل البلاد، ملكه مملكه ليزي ستارليا ليزا، والملكه ليزا بتسال ايه اللي حصل، فبيقولوا لها ان في اتنين اتنقلوا عن طريق دوائر التنقل جم هنا، فبتقول لهم امال التاني فين، فبيقولوا لها التاني مغمى عليه وعملنا له فحص وطلع انه بشري مش تنين، وجايبين كريموزون لهنا علشان يستجوبوه، وبنعرف ان الملكه ليزا
دي اتولدت من غير ولا ايدة، بس كان عندها قوة جبارة وعينها بتقدر تشوف حالة كل شخص وبتعرف هو بيحس بايه، وبتقدر تتحكم في اي حاجة حواليها وتصنع سيوف، وبقت من اقوى البشر. ودلوقتي هي بتشكل خطر كبير على التنانين، وتقدر هي وجيشها يهزموا تنين اعظم. وكريمزون بيقول لنفسه بس اللي بيضايقني في الملكة دي قدرة تانية غير كل ده، وهي ان محدش يقدر يكذب عليها. وليز بتوجه سيوفها ناحية كريمزون وبتقول لكريمزون قول لي بقى انت مين وايه اللي جابك هنا. وكريمزون بيقول لنفسه سيبوني بقى ثانية افكر. وكريمزون بيقيم الوضع اللي حواليه وبيقول دلوقتي في 2 من التنانين العظمى بيستهدفوا الجيش ده، والاهم دلوقتي ان انضم ليهم واتعاون معاهم والا موتنا كلنا. بس اللي ما يضايقني في كل ده هي عين ليزا، علشان بتقدر تميز هالة اي حاجة وبتقدر تحكم على اي شخص من خلال تغيير هالته. وكريمزون بيكون متضايق وبيقول كل ده بسبب الغبي راجنا. وليز بتقول له ما بتجاوبش ليه، مش سألتك. فكريمزون بيسترجع تركيزه وبيظهر عينه التانية وبتكون دي عين التنين وبيقول انا ساحر. وبنعرف ان من 7 سنين كانت الاميرة ليز صغيرة وماشية في القصر، وفجأة بتوقع قائد القوات المسلحة، وفجأة بتخرج سيوفها وقضت عليه. وساعتها الناس قالوا ان الاميرة اتجننت، بس بعد شوية تحقيق اكتشفوا ان قائد القوات المسلحة كان مخطط مع المملكة اللي جنبهم انهم يعملوا انقلاب على مملكة ليزا. وسألوا الاميرة ازاي عرفتي؟ فقالت لهم انا بعرف الناس اللي لازم تموت. وهنا كريمزون بيقول لها انا ساحر وكنت شغال في الصيدلية في العاصمة، وبنعرف ان السحرة دول هم بشر اتولدوا بكمية كبيرة من السحر، ونتيجة لكده ظهر في اجسامهم علامات شبه التنانين، ونعرف ان في واحد منهم موجودة، وعلشان كده كريمزون استغل النقطة دي. وفي واحد بيسأل كريمزون ايه اللي بيحصل في العاصمة دلوقتي، وبيقول له العاصمة كانت هادية وفجأة تعرضنا لهجوم التنانين. وكريمزون بيتحكم في هالته وبيحاول يحافظ عليها، وبيقول ومات عدد كبير جدا من الناس وكان في انفجارات كثيرة جدا. بعدها خدت المساعد بتاعي واستخدم سحر الانتقال الفوري، وجينا هنا بالغلط. واحد بيقول يعني العاصمة بقت تحت سيطرة التنانين. وفي واحد تاني بيسأل كريمزون وبيقول له انت اتعلمت السحر فين؟ السحر ده مش الحاجة اللي تقدر تتعلمها من غير معلم، وبالاخص سحر قوي زي الانتقال الفوري، او انت من السولاريين؟ فكريمزون بيقول له لا انا مش منهم، انا ساحر عادي. ونعرف انه السولاريين دول هم اقوى انواع السحرة وعندهم جماعات كتيرة. فكريمزون بيقول لنفسه الطريقة الافضل دلوقتي اتحكم فيهم عن طريق ان اكون المستشار بتاعهم. وفي اللحظة دي الملكة بتقول له انت كاذب، انت كسبت في الاجوس الاخيرة. وبتقول انا بعرف الشخص اللي بيكذب من اللي ما بيكذبش عن طريق ان انا بشوف تقلبات الهالة بتاعته. بس بتصدم كريمزون وبتقول له بس مش دي الطريقة اللي بكشف بيها الكذبة، علشان شوية تدريب ممكن تتحكم في هالتك عادي، انما انا بشوف لون الهالة، لو كانت زرقاء يبقى انت صادق، وان كانت حمراء يبقى كاذب. وبتكون لون هالة كريمزون زرقاء بس ظهر فيها حتة حمراء في الجزء الاخير. فكريمزون بيقول لها انا كذبت في الحتة الاخيرة، بس انا فعلا مش من الساريليون. وفي اللحظة دي بتجيب السيف من ناحية كريمزون وبتخليه يمسكه، وبعدها بترجعه تاني وبتقول انها بتعرف ما وراء المشاعر عن طريق لمس سيفها، وبتبدأ تعرف في حراسها بداية من ستيرفن قائد الجيش، وبتيجي للعجوز اللي واقف ورا وبيكون اسمه جارما وده سيد السيوف هنا، وبالنسبة ليها هو ملزوق في سيفه. وبتقول ان دي طبيعتهم، اما طبيعتك انت كتلة عملاقة من السواد والشر، انت قتلت عدد هائل جدا من الناس، وبتأمر حراسها يطلعوا سيوفهم. وبتقول لكريمزون انت قتلت قد ايه، الاف ولا مئات الالاف، حتى انت شكلك انت اللي ورا متفجرات في العاصمة. وكريمزون مش عارف يعمل ايه، والملكة بتأمر بقتل كريمزون وبتطلق السيوف بقوة جبارة. وكريمزون بيقول لنفسه يا خسارة كنت عاوز اساعدكم، بس انا كده هصحى تاني وهستخبى لحد ما تيجي الفرصة واخرج رجنا من هنا ونهرب. وكده 2 من التنانين العظمى جايين هنا، قتله حلو بقى ولسه الضربة هتيجي في كريمزون. في اللحظة دي بيظهر رجنا وبيتصدى للسيف في لمح البصر وكله بيتصدم. وستيربن بيقول لنفسه هو ظهر من هنا ولا دخل ازاي؟ وبيبص على الباب بيلاقي العجوز مرمي على الارض وبيتصدم. وفي اللحظة دي الملكة بتقع على الارض هي كمان وبتشاور على رجنا وبتقول سيف بيتكلم ازاي؟ وكريمزون بيقول لنفسه الملكة بتشوف العالم بطريقة مختلفة، وهي زمانها دلوقتي شافت قوة رجنا الجبارة والهالة اللي بتخرج من جسمه. وفي الوقت ده 3 بيهجموا عليه، بس على مين يا معلمة؟ رجنا بيطيرهم بضربة واحدة، والملكة بتكون مصدومة جدا وبتقول مستحيل، الشخص ده مندمج اندماج كلي مع سيفه، دي قمة القوة البشرية حرفيا، لا دي تخطط البشر
بمراحل محدش يتصورها، وبتكون الملكه وقعت في حب راجنا ومش عارفه تعمل ايه. وفي الوقت ده راجنا بيتكلم وبيكون كريمزون هو اللي بيمليه، وراجنا بيقول لو ما قتلتهوش مش هنتصدى ليكم وهنساعدكم في حربكم، وبيوافقوا وبيودوهم الزنزانه. وستيربن بيقول لهم تفضلوا هنا لحد ما نقرر هنعمل ايه، وبعدها بيمشي. وراجنا بيتكلم مع كريمزون وبيقول له انت هربت ليه؟ كان المفروض نقتل التماطيا، كل ثانيه بتفضل فيها عايشه بيموت ناس اكتر. فبيقول له انت خسرت قدامها وانا انقذتك، ومع ذلك قومتني ودمرت تحفه من تحفي، ومش عارفه كيمارا فين دلوقتي ولا ايه اللي حصل لجوليم، هتعمل ايه بقى علشان تعوض الخسائر دي كلها؟ فبيقول لها هقتل التماطيا. راجنا مصمم انه يقتل التماطيا، مش شايف حل تاني غير كده. وكريمزون بيقول لازم تتبع تعليماتي علشان نهزمهم، كده مش هتقدر تهزمهم. وكريمزون بيرجع السلايم تاني للحياه. وراجنا بيسال صحيح احنا فين دلوقتي؟ فكريمزون بيقول له احنا دلوقتي موجودين في مقر عسكري في الشمال، ودي منشاه تم اكتشافها وتجديدها تحت الارض. وكريمزون بيقول دلوقتي هنا هشرح لك الوضع الخطير اللي فيه الناس اللي موجودين هنا كلها، وبعد ما تسمع هتشوف هتكون عاوز ترجع للعاصمه تاني ولا لا. وفي الوقت ده بيكون الجيش حابسين 1500 مدني في المقر ده، وبنعرف انهم هنا علشان الملكه امرت بكده علشان ما يروحوش العاصمه ويحصل فيهم زي اللي حصل في غيرهم. وبنعرف ان الملكه قررت اعدام كريمزون، اما راجنا فهو قوي جدا لدرجه ان محدش يقدر يهزمه. وستيربن بيقول الاتنين دول هيكون صعب جدا علينا التعامل معاهم، وبالخصوص اننا مش عاوزين خسائر لاننا داخلين حرب ضد التنانين. وفي الوقت ده بيجي اتنين وبيقولوا العجوز خسر فعلا، وبيكون عارفوا لانهم شافوا جارم العجوز بيعيط، وعرفوا منه ان في واحد هزمه بسهوله واصغر بكتير منه. واحد بيقول السيد جارم اقوى سياف في البلد، والبلدان المجاوره قدر يقطع ايد تنين اعظم بضربه واحده، وهو اللي وجه له الضربه القاضيه. ازاي عيل اصغر من نص عمره حتى يهزمه؟ وبيكون واحد منهم عاوز يقتل راجنا، بس ستيربن بيكون عاوز يعرف تقريرهم عن التنانين الاول لانهم كانوا بيراقبوا حركه التنانين. وبيجي بنتين وبيسالوا ستيربن هي فعلا الاميره وقعت في حب الدخيل اللي هزم سيد جارما؟ ومن النظره الاولى كمان وبيقولوا ان كله بيتكلم عن الموضوع ده. وفي الوقت ده الاميره بتكون بتفكر في راجنا، وفي اللحظه دي المعلمه بتاعتها بتدي لها قلم بتفوقها وبتقول لها الحقيقه انك وقعت في حب الشخص ده. والمعلمه بتقول لها الفيلق ده محتاجك، هم اقوى مين في المملكه لكن من غيرك هم ولا حاجه، فعلشان كده لازم تمسكي نفسك كده وتفوقي علشان الحرب. والاميره بتقول اذا انا مستعده. ومن الناحيه التانيه التماطيا بتكون نايمه وبتحلم بكابوسه، وبعدها بتصحى وبتجرب قوتها وبتوقف الزمن بمده صغيره بس وما بتقدرش تكمل. وهنا بتكون الاميره وجنودها عاملين اجتماع، والصيادين اللي كانوا بيراقبوا التنانين بيقولوا اللي شافوه. وواحد بيقول قربنا منهم جدا بس مع ذلك محدش هجم علينا وكانهم مشغولين. وواحده تانيه بتتكلم وبتقول وكانها جنازه. والاميره بتقول لنفسها يا ترى ايه اللي بيحصل مع التنانين العظمى؟ وبتقول دي فرصه حلوه قوي، وبتقول لهم في مصيبه حصلت للتنانين وهم دلوقتي مشغولين، فدي فرصه بالنسبه لينا. وبنعرف ان كل الاضطراب اللي حصل ده بسبب اللي عمله راجنا في التماطيا. والاميره بتقول في اول ليله التنانين دمروا 5 مدن ودلوقتي العاصمه وفي اعداد مهوله من الشعب ماتوا، احنا مش قادرين نعمل حاجه غير اننا بنهرب بال 1500 واحد اللي معانا، بس هنثبت للتنانين اننا قادرين نقاتلهم. وفي الوقت ده بيجي كريمزون وراجنا، وكريمزون بيقول خطه كويسه جدا بس للاسف مش هتنجح علشان الفرق بينك وبين قوه العدو كبير جدا، فانا هساعدكم في الخطه بتاعتكم وهقول لكم على كل المعلومات عن العدو، وكمان هوريكم سلاح مرعب جدا بالنسبه للتنانين والقادر على القضاء على تنين اعظم من غير اي مشاكل وهو راجنا. وفي الوقت ده الاميره بتتضايق وبتقول انت تساعدنا احنا؟ انا عارفه ان ده مستحيل وانت اصلا ما بتحبش تساعد حد، انت بس بتتحكم فيهم يا بنت اللعيبه. لا دي وصفه كريمزون بالملي. واحد بيخرج سيفه وبيقول الاميره اقتلهم ولا لا. وفي الوقت ده كريمزون بيتكلم وبيقول المقعد السادس قلت زهرة وتخصصه هو اداره الجيش وقوه التحكم في المواد الكيميائيه، وبيقدر يصنع ادويه ومركبات ليها قدرات مختلفه زي قتل كل الكائنات الحيه. ولو استخدمت المواد دي على جيشه الجيش بيبقى قوي جدا وقوته بتضاعف والحراس كلهم مصدومين. هو جاب المعلومات دي منين؟ والاميره ما بتكونش واثقه في كلام كريمزون، وكريمزون بيطلب من راجنا يقنعها فبيقول لها مش هعرف، فبتقول له قول اي حاجه ومالكش دعوه. وبيقول له مش فاكر انت قلت انك
قاتل. وبنعرف ان كريمزون قال راجنا على الحرب اللي هتحصل هنا، وهو ان في 10,000 تنين جايين، 9,000 منهم تنين ضعيفه، و1000 تنين متوسطه، و40 تنين فئه عليا، وبالاضافه لاثنين من التنانين العظمى. وموجود هنا 350 جندي بس، و1500 مدني هيموتوا ضحيه المعركه دي. ومن ساعتها وراجنا قرر انه يفضل ويساعدهم. وراجنا بيقول للاميره انه انضم لكريمزون علشان يبيدوا كل التنانين، ومفيش حد في العالم ده احسن من راجنا في قتل التنانين. وبيقول لها اكتر حاجه تقدري تعتمدي فيها على كريمزون هي التخطيط في قتل التنانين. والاميره بتكون مكسوفه جدا من راجنا وبتوافق انهم يتعاونوا مع بعض. وكريمزون بيقول للاميره هنبدا في اننا نعدل الخطه. فالاميره بتقول له انت هتقول لي كل المعلومات اللي تعرفها وانا اللي هخطط. فبيقول لها بس يا ريت ما يكونش فيها ثغرات. فالاميره بتقول له انت عامل فيها طياره، قول لي بقى التنانين بيحصل معاهم حاجه غريبه يا ترى دي بسبب ايه؟ فكريمزون بيقول لها ده علشان احنا قتلنا الملك المجنح في العاصمه، فده عامل لهم فوضى دلوقتي. فبيتصدموا صدمه عمرهم. وهنا فعلا التنانين العظمى في فوضى. وفي الوقت ده والت كاموي بيظهر في اوضه التماطيا وبتقول له ايه اللي جابك؟ انا قلت للنيبوليم ما يدخلش حد. فبيقول لها عادي هو دخلني. فبتقول له لا انت دخلت بالقوه. وبيوريها دماغ واحده وبيكون ده قائد الصيادين اللي كانوا بيقاتلوا تنين العاصفه. وبيقول لها بس دول كانوا ضعاف جدا، بس لقيت من حبه جنود السيف ده، وده بيكون السيف اللي صنعه راجنا. وبيسال التماطيا عنه، والتماطيا اول ما بتشوفه بتخاف وبتفتكر راجنا وبتقول له ابعد السيف ده عني. وبيقول اللي صنع السيف ده عنده قوه هاله مرعبه، وحتى انا لازم امسك السيف ده بكل قوتي علشان ايدي ما تتخدرش. وولت كامو بيقعد يضايقها بالسيف، وفي اللحظه دي بتغضب وبتمسك السيف وبتضربه ضربه قويه. وولت كامو بيضحك وبتقول له بتضحك ليه؟ فبيقول لها انت شايله السيف. وبعدها بترميه. فبيقول لها انت عارفه انت مش قادره توقفي الزمن ليه؟ وبيقول لها علشان انت استسلمتي وخسرتي من جواكي. وبيقول لها علشان تستخدمي سحرك محتاجه 3 حاجات، اول حاجه السحر، وتاني حاجه القوه، وتالت حاجه الثقه. وبيقول لها اراهنك انت اول ما بتستخدمي سحرك بيظهر صوره العدو في عقلك. فبتقول له بس العدو ده قدر يتحرك حتى لو وقفت الزمن، وحتى برضه لو ما سمحتلوش انه يتحرك لقيته بيهجم عليا بكل وحشيه. فبيقول لها مش عارف هو ليه فضل يتحرك، بس اللي اعرفه انك مش قادره تستخدمي قوتك لانك خايفه. وبتقول له طب استخدم قوتي تاني ازاي؟ فبيقول لها الموضوع سهل، لازم تتخلصي من خوفك. فبتقول له اتخلص من خوفي ازاي؟ فبيقول لها امسكي السيف ده، وانت في الاول ما كنتش قادره تمسكيه، بس لما عصبتك مسكتيه كانه سيف عادي. والتماسيا بتحاول تنسى خوفها، بس في اللحظه دي بتفتكر رنا وبتزعق وبتقول انت محسسني انه سهله، لو كان سهل كده ما كنتش دلوقتي قاعده بكافح. فبيقول لها اموريني بس، اموريني انه اتخلص من مصدر خوفي ومش هتخافي تاني. وبيقول لها قولي لي بس عاوزاني اعمل ايه؟ فبتقول له لا مش هامرك تعمل حاجه. وبتقول خساره قوتي دي انا اللي اتسببت فيها، ومش عاوز استخدمك انت سلاحي السري في سبب زي ده. اهم حاجه دلوقتي هو القضاء على المدينه دي. فولت كامو بيقول لها قوليها المره واحده انت عاوزه ايه، مش اللي زعلنا امرك بيه. وبيقول لها انت عاوزانا انتقم لك مش كده؟ وفي اللحظه دي بيزقها وبيقول لها اقول لك انا بقى عاوز ايه؟ انا اتضايقت جدا علشان شويه زباله حاولوا قتلك لما ما كنتش موجوده. وفي اللحظه دي التماطيا بتتكسف وبتمسك السيف وبتزقه وبتصيبه وبتضربه. وولت كامو بيضحك وبتقول له وهي متعصبه روح وقاتل حتى بس ما تقعدش وتضايقني. فبيقول لها انا عاوز اقاتل لما انت تأمريني، مش هقاتل علشان ده واجبنا وامر من زعيمنا والكلام التافه ده. انا مش زي الباقي، وانا مش بتبعك علشان انت الملك المجنح ولا اي كلام من ده، انا بتبعك باختياري انا وبس. قلت كومي شكله بيحب التماطيا، وده اعتراف صريح قوي ليها. وبيقول لها علشان كده اتصرفي بطبيعتك قدامي، اغضفي افرحي اعملي كل اللي انت عاوزاه وانا هفضل جنبك على طول. وبتقول له بس انا من واجبي ان انفذ رغبات الزعيم. فبيقول لها مش ده اللي انا بسالك عليه، انا بسالك انت عاوزه ايه. فبتعيط وبتقول له هات لي رؤوسهم كلهم، وبتكون زعلانه ومتعصبه جدا وبتقول مش هسامحهم وبالاخص هو. وبتكون قصدها على راجنا وبتقول له ده امر يا ولت كوي اقتلهم وهات لي رؤوسهم. وبيكون واضح الحقد والغضب من عينيها. فبيضمها ليه وبيقول لها رغباتك اوامر وسيب الموضوع ده عليا. يا جدعان دي هتبقى مردغانه. ولت كاموي ناوي يعمل خرابه. وبعدها بيطلعوا
بيطلعوا من الاوضه، ونيبليون بيقول لنفسه ازاي يبقى قريب من قلب التماتيا زيه كده، وبيكون قصده على والت كاموي. وفي الوقت ده والت كاموي بيفتكر الكلام اللي قاله قائد الصيادين قبل ما يموت، وكان بيقول له هيطردك ومش هيسيبك، وبيكون قصده على راجنا. والت كاموي بيكون متحمس جدا وبيقول انا اول مره احس بالحماس ده وانا هقاتل شخص معين، وبيقول خلينا نعمل قتال يسجلوا التاريخ. ده شكل والت كاموي ناوي يخليها خراب يا جدعان. وفي الوقت ده راجنا بيغطي السلاح بالهالة بتاعته، والاميره بتخلي واحد من حراسها يجربه على سيف من سيوفها، وبيجرب وكانت الصدمه سيف عادي مغطى بهالة راجنا اخترق سيف من اقوى سيوف الاميره. وكريمزون بيقول وكل ده والسيف مش مغطى الا بكميه قليله من الهاله. بيتفقوا ان راجنا هيعمل كده في كل اسلحتهم، وبتكون الاميره مكسوفه جدا من راجنا وبتامر انهم يجيبوا السيوف. وبعد شويه الجنود كلهم بيهجموا على راجنا واحد ورا التاني، وراجنا بيهزمهم في لمح البصر وبياخد سيوفهم وبيغطيها بهالته. وبنعرف ان كريمزون قال له انه هيستخدم نص قوته على اسلحه الجنود ومش هيستخدم قوته في المعركه الجايه، وراجنا مش فاهم ليه وقاعد يهزم في الجنود ولا كانهم نمل والله. وبيقول لنفسه صحيح هم دول بيهجموا عليا ليه، وبيكونوا متغاظين انه قدر يهزم اقوى سياف عندهم. وراجنا متوتر وزهقان وعاوز يرجع لزنزانته ومش فارقه معاه اي حاجه تانية. وفي اللحظه دي حد بيرمي سكينه على راجنا، وراجنا بيمسكها وبيكون ده مقاتل اسمه شين، وده سياف رئيسي من اقوى السيافين هنا، وبيكون هيقاتل راجنا. ولسه بيقول له انا مش زيهم، راجنا بيجيبوا الارض، وراجنا بيقول له انت قوي قوي ايه يا عم راجنا، ده انت فرشته اول ما شفته. وشين بيعيط وبيجري، وبيجي مقاتل رئيسي تاني وبيشوف شين والعجوز قاعدين ومحبطين، فبيقلس عليهم وبيقول اتنين من اقوى السيافين هنا قاعدين ومحبطين بالشكل ده. فشين بيقول له طب ما تروحوا وتقاتلوا، فبيقول له ما انا قتلته وخسرت، قويت سلاحي بقوه الهاله بتاعته. فبيقول له ومالك فرحان كده ليه؟ فبيقول له مفيش مقاتل مش عاوز سلاحه يبقى فتاكه، وبصراحه انا حاسس ان قوتي زادت 10 اضعاف، وهو بصراحه قوي جدا وهو في السن ده وقوته في مستوى جباره وعنده قدرات اقوى حتى من قائدنا. ويقصد الراجل العجوز اللي هو بالمناسبه اقوى سياف على وجه الارض بعد راجنا طبعا. وفي الوقت ده العجوز بيقول له قوته دي مش طبيعته، دي مش موهبه هو مولود بيها، لا صحيح احنا اتقاتلنا لفتره صغيره بس انا حسيت ان دي قوه ناتجه من تدريبات شاقه جدا لمقاتل ما عندوش موهبه. فبيقول له هو عمره اكبر من شكله ولا ايه؟ فبيقول له لا بس عنده قوه غريبه ومرعبه جدا. وبعد شويه شين بيروح وبيقاتل راجنا تاني، بس راجنا بيهزمه 7 مرات. وهنا 2 توأم من حراس الاميره بيسالوا راجنا وبيقول له ايه رايك في الاميره؟ وبيقولوا له ان الاميره بتقول ان قوي وشكلك حلو، وبيكون راجنا مش عارف يقول ايه. وهنا الساحر ده بيكون بيتمرن وبيقول السحر هو معمول لتغيير العالم، وسحر التنانين العظمى قوي جدا علشان اتغرس فيهم دم التنانين السحريه، وبقى السحر بيمر في دمهم، علشان كده عندهم سحر قوي جدا وبيعمل دائره تناقل كبيره جدا بس ما بتكونش كافيه انها تنقل العدد ده كله من البشر. وبيكونوا اللي بيعملوا الدوائر السحريه مجتمعين ومش عارفين يعملوا الدوائر السحريه باتقان، ونعرف ان الساحر ده هو قائدهم وبيكون مش عارف يعمل ايه. وفي الوقت ده بيجي كريمزون وبيقول له طول ما انت حيران ومش عارف تعمل ايه اسالني وانا هساعدك. وفي الوقت ده التنانين بيكونوا بيقسموا نفسهم، واحد بيقول دلوقتي هدفنا هو اننا ندمر المدينه دي بالكامل ونقتل المحارب اللي كان عاوز يقضي على السيده التماتيا. وفي الوقت ده والت كاموي بيتكلم وبيقول ما تشغلوش بالكم بالمحارب ده هو واصحابه، انا هروح لهم بنفسي. فالتاني بيقول له لا انت مهمتك حمايه السيده التماتيا علشان دلوقتي هي مش قادره تستخدم قوتها، ولو العدو جه هنا ممكن تموت. فولت كاموي بيقول له انت تعلمنا اعمل ايه ولا حاجه؟ وبعدين التماتيا هي اللي امرته بكده. فالتماتيا بتكون مكسوفه وبتقول بصراحه بس انا كنت مندفعه. ونيبليون بيتكلم وبيقول العدو هيجي لهنا. فبيقول له وانت متاكد كده ليه؟ فبيقول لهم علشان اللي حصل في المعركه ده اكد لي انه عاوز يقضي على التماتيا باي طريقه، وبيفتكر كلام راجنا وغضبه وبيخاف جدا. وبيكون التنين ده بيقول لهم ان هو وتنين اعظم كمان هيروحوا ويقضوا على البشر المتبقيين من مملكه ليزي، ودي المملكه اللي فيها راجنا دلوقتي، وده الكيميائي اللي كريمزون قال عليه. وفي الوقت ده والت كاموي بيقول له ممكن يكون المقاتل اللي حاول يقتل التماتيا مع الجيش ده، ساعتها هتعملوا ايه؟ فبيقول له ما تقلقش هبقى اقول لك، وانت كالعاده هتيجي بسرعه البرق. وفي الوقت ده التنين تراتكتورا بيقول لهم
راجنا احنا التنانين العظمى، الاسلحه والدروع اللي بتحمي السيده التماطيا، ولازم نكون اقوياء لاقصى درجه. والمقاتل اللي حاول يقتل التماطيا وجنود مملكه ليزا قضوا على نص التنانين العظمى، والمقاتل ده كمان حاول يقضي على السيده التماطيا، ودي اكبر اهانه لينا. علشان كده لازم نبيدهم كليا. التنانين العظمى كلهم مستحلفين الراجنا يا جدعان، بالذات اللي راجنا هيقتله وهو والت كاموي. ده راجنا هيشوف ايام زي العسل والله. في اليوم اللي بعده الاميره بتعمل فخاخه عن طريق سحرها وهالت راجنا، وبتقول هيكون صعب جدا على التنانين انهم يعدوا من الاسلحه دي. وفي الوقت ده مساعدها بيسالها وبيقول لها انت مصدقه ان كريمسون وراجنا قدروا يقتلوا المقعد العاشر والثامن والثالث على التوالي، وكمان قتلوا الملك المجنح وكانوا هيقتلوه؟ فبتقول له ما تشغلش بالك بكلام كريمسون ده، علشان كلامه في منه حقيقه وفي منه كذبه. وبيسالها على كلام كريمسون اللي قاله، وهو ان التنانين العظمى كانوا في الاصل بشر تحولوا لتنانين. فبتقول له انا كنت شاكه اصلا من زمان، والكلام ده فعلا صح، واحنا كان عندنا فكره غلط، وهي ان التنانين العظمى بيقلدوا البشر، بس ده مش صح علشان هم بشر تحولوا لتنانين. وفي الوقت ده بيكون راجنا لسه صاحي وكان بيحلم، وكريمسون بيقول له انا خلصت مع الحراس وعلمتهم ازاي يعملوا الدوائر السحريه، ولسه فاضل انت، وانا هجاوب على كل اسئلتك. بس قول لي الاول دلوقتي لو انت قتلت والت كاموي هل هتقدر تقضي عليه وتنتصر؟ فراجنا بيتصدم وبيقول بصراحه لا. ده راجنا بنفسه معترف ان والت كاموي اقوى منه. وكريمسون بيقول عندك حق، من بين كل التنانين العظمى بما فيهم التماطيا والت كاموي حاله خاصه زيك كده، تخطى كل حدود القوه ووصلت قوته لمرحله مجنونه جدا، ولازم علشان تقدر تقتله تكون باحسن حالاتك، وانت دلوقتي مش في احسن حالاتك خالص علشان انت مصاب واستخدمت قوه كبيره جدا وانت بتقاتل التماطيا، وعلشان كده قلت لك ما تستخدمش قوتك في الحرب الجايه دي. فبيقول لها قصدك ايه؟ فبتقول له هم دلوقتي عارفين ان انت موجود واي تنين اعظم مش هيقدر عليك، وعلشان كده هيجي والت كاموي هنا. فراجنا بيتصدم، فكريمسون بيقول له ما تقلقش، هو دلوقتي مش هيسيب التماطيا لوحدها، بس لو قلت زورا وتراكتيكتورا عرفوا ان انت هنا مش هيترددوا انهم يستدعوه، وفي الوقت ده هيتحرك في لمح البصر وهيجي هنا، وفي اللحظه دي هنموت كلنا ومش هنقدر عليه. فعلشان كده لازم محدش يعرفك ولازم ما تستخدمش قوتك، والمعركه دي هتكون معركه داميه ستراق فيها الكثير من الدماء. وفي الوقت ده الساحر بيقابل مساعد الاميره وبيكون بيعيط وبيقول على كريمسون الولد ده يطلع مين بالظبط، بفضل تعليماته بقت الدوائر السحريه بتاعتنا قويه جدا، وبيكون زعلان من الاهانه اللي حس بيها علشان ما كانش يعرف كل الحاجات دي. وفي الوقت ده كريمسون بيروح لراجنا في الزنزانه وبيقول له روح خد سلاح من الاميره وحط فيه كل قوتك المتبقيه، وبعدها خده وانزل تحت الارض باقصى عمق تقدر عليه علشان ما يقدروش يلاقوك ولا حد يحس بيك. وبيقول لراجنا الحرب هتبدا النهارده بعد غروب الشمس، استعد كويس. وبيكون ماشي، بس في اللحظه دي بتيجي الاميره وبتكون عاوزه تتكلم مع راجنا لوحدهم، وبيمشي هما الاثنين وبتقول له في ظل الظروف دي كنت عاوزه اصنع لك سلاح بس مفيش وقت كافي، علشان كده جمعت اقوى اسلحه انا صنعتها قبل كده واختار واحد منهم. وبتقول له وحاجه كمان، حتى لو انتصرنا وهربنا بالمدنيين اللي معانا مش هقدر اوفر الاكل وكل اللي بيحتاجوا المدنيين، علشان كده انا هنضم للسولاريين في الكنيسه ونعرف ان دول جماعه الكنيسه ودول يعتبر اقوى عدو للتنانين. وبتقول له بس لا، ده لو كل حاجه مشيت على الخطه، انما الاحتمال الاكبر ان انا هموت في الحرب دي، وعلشان كده عاوزاك تحمي شعبي وتنضم للسولاريين. فراجنا بيرفض وبيقول لها انا اسف بس انا ما بحبهمش، بس انت تقدري تعملي كده. فبتقول له ازاي؟ ما لو كنت هقدر ما كنتش طلبت منك. فبيقول لها انت ليه بتتكلمي وكأن تم تحديد موتك؟ فبتقول له انا طول حياتي ماشيه ورا حدسي ونبوءاتي وانا اتحتم موتي خلاص. وبتقول لنفسها من بدايه الحرب وانا حسيت بموتي بس مش هبين اي ضعف. وفي الوقت ده بتحرك السيوف وبتقول بس هنقاتل بكل قوتنا. فراجنا بيقول لنفسه عندها عزيمه قويه جدا. وفي الوقت ده راجنا بيخرج قوته بيحط كل قوته في الاسلحه دي، والاميره بتتصدم من جبروت قوه راجنا. وراجنا بيقول ترى تكترا قلت زورا وعشرات الاف التنانين مش كفايه انهم يقضوا علينا. وبيقول لها احمي شعبك بنفسك ومتقلقيش مش هيقدروا يهزمونا. وفي الوقت ده بدات تحركات التنانين وبدات تدق طبول الحرب، والتنانين بتعيش في الارض الفساد وبيدمروا كل حاجه حواليهم وبيقتلوا في البشر. وبدا قلت زورا يتحرك، وفي اللحظه دي بنعرف ان
في حاجه كبيره قوي بتتحضر، وبيكون ده التنين العجوز قرر انه يضحي بحياته ويخرج اقوى قوه عنده، وده عن طريق انه يجمع دم بشر، اقل عدد 500 الف بشري. يا نهار ابيض يا جدعان، معنى كده ان هيظهر حاجه مرعبه جدا، واللي هيظهر ده هو التنين الاعظم واكبر التنانين بورجيوس، وكمان الكارثه والتي كاموي. وبدات بالفعل اللحظات الاخيره على بدايه الحرب، وبتغرب الشمس وكله مستعد، وفي الوقت ده بيهجم ألتزورا لوحده وبيدمر اول جدار. وفي اللحظه دي بيكون تراتكتورا في السماء مره واحده بيندفع بقوه جباره على القاعده، والاميره بتكون خايفه جدا وبتقول لو اصطدم بينا هيدمر القاعده كلها. بس في اللحظه دي بتفتكر كريمزون وهو بيقول لهم احنا هنعرف نتصرف. في اللحظه دي تراتكتورا بيصطدم فعلا بالقاعده بس ما بيحصلش حاجه، وألتزورا بيتصدم وبيكلم تراتكتورا وبيقول له ايه اللي حصل، فبيقول له تم التصدي ليا. فزورا بيقول له ايه الحاجز اللي عندك، فبيقول له لا مش حاجز، ده حد اتصدى ليا. فبيتصدم وبيقول له مين ده؟ لو طلع هو المقاتل اللي كان بيقاتل التماتيا انا هستدعي والتي كاموي. فتراتكتورا بيقول له لا سيبهولي هنا، ولو احتجت مساعده هكلمك. وبيكون ده راجنا فعلا وماسك سيفين ودول فيهم كامل قوته وشكلهم مرعب جدا. وبكده يا جدعان بدات المجزره الحقيقيه، واللي جاي يا صديقي محتاج تركيز علشان اللي جاي كله عظمه. وفي الوقت ده القائد بيكون واقف ومعاه بقيه الجنود، وفي الوقت ده بيدخل بشر متحولين لزومبي، والقائد بيتصدم وبيقول ايه ده، وبعدها بيزعق وبيقول لهم اهجموا عليهم، بس بيكون الزومبي هيقضوا عليهم. بس في اللحظه الاخيره بيموتوا واحد ورا التاني في لمح البصر، وبتكون دي الاميره وبتقول لهم اقتلوا اي حد يقابلكم، احنا ما بنحميش الا البشر اللي معانا. والاميره بتقول للقائد ايكا انا هسيب المنطقه دي ليك والباقي كله معايا، هنهجم على الغابه. الاميره داخله بقلب جامد قوي. وفي الوقت ده تراتكتورا بيقاتل راجنا وبيهجم عليه بضربات كتيره، بس راجنا بيرد الهجمات عليه وبيصيبه، وراجنا بيقول ازاي المفروض الضربه دي كانت تقتله، وبيقول لازم اخرج قوه اكبر، وبيخرج قوه كبيره جدا. وكذلك تراتكتورا بيخرج قوه هائله وبيحصل انفجار كبير جدا. وكانت الصدمه راجنا واقع على الارض وتراتكتورا ايده اتقطعت، وراجنا مش راضي يفوق. وزورا بيقول لتراتكتورا معنى كده ان اللي انت بتقتله ده مش راجنا، فقال له ايوه، بس مع ذلك كان قوي جدا. وتراتكتورا رايح يقضي على راجنا، بس في اللحظه الاخيره راجنا بيختفي وبيفوق، وزورا بيتصدم ازاي لسه عايشه. وراجنا بيقول لنفسه انا لو ما كنتش نقلت وعي للسيف اللي جوايا كان زماني دلوقتي ميت بسبب الانفجار ده. وتراتكتورا بيقول لراجنا القتال خلص خلاص، وبيجي تنانين الدنيا وبتقاتل راجنا. فراجنا بيقول له انت مفكر ان ده هيقضي عليا؟ فبيقول له ايوه انت دلوقتي مش قادر تتحرك. وتراتكتورا بيكون ماشي وبيقول لنفسه المقاتل ده اقوى مني وكان هيفوز، بس السيف بتاعه ما قدرش يستحمل كل القوه دي واتكسر. والتنانين بتتلم على راجنا، وراجنا مش قادر يعمل حاجه بس بيحاول يقضي عليهم، بس بيجيب اخره وبيقع على الارض والتنانين بيهجموا عليه. بس في اللحظه دي بيجي شين وينقذ راجنا، وبيكون الرجل العجوز معاه وبيقضوا على التنانين. وراجنا بيقول لهم امشوا سيبوني انا هتصرف، وبعدها بيقع على الارض. فشين بيقول له هتتصرف ازاي بحالتك دي؟ وراجنا بيقول له مالكش دعوه. فشين بيقول له انا قتلتك كتير قوي قبل كده وانت فزت عليا، تعالى قاتلني قتال اخيره. وبيقاتلوا فعلا وشين بينتصر، وراجنا مش عارف هو ازاي خسر، بس ده لان راجنا مش فايق وشين باين له كده فوقه. وشين بيمشي مع العجوزه، ومن الناحيه الثانيه الاميره دخلت الغابه ومسيطرين على جزء كبير منها، والاميره مفعله مهاره قويه جدا والدوائر التنقل اشتغلت اخيرا. وألتزورا بيكشف الحوار ده وعرف انهم بيخططوا يهربوا بدوائر التنقل، والاميره بتلاحظ ان حركات العدو اتغيرت وهم بيقربوا من القاعده، وفي نفس الوقت بيتفادوا الجنود، وده لان ألتزورا عاوز يعيق التنقل بتاعهم. وفي اللحظه دي حد بيهجم بانفجار كبير جدا، والاميره بتتصدى ليه بصعوبه وبيهجموا بضربات قويه، وبيكونوا دول التنانين المتفوقه الاعلى رتبه وقوتهم بتكون كبيره جدا، والمشكله اللي فيه منهم 40 تنين. وفي الوقت ده ايكو واقف مصدوم من اللي شايفه، وده لان في لمح البصر الجنود اللي معاه كلهم بيموتوا، وبيقول انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بس انا متاكد ان ده هو السبب. وبيكون ده تنين متفوق، وفي اللحظه دي الحاجز بيختفي وايك مصدوم، وايك بيقول للجنود الباقيين يرجعوا
لورا. وفي الوقت ده ايك بيفتكر كلام كريمزون وهو بيقول له ان في تنين متفوقه بيقدر يستخدم سحر توقيف الزمن واكيد هيظهر في الحرب دي. وايك بيقف في وضع الدفاع وبالفعل التنين ده بيوقف الزمن وبيهجم عليهم كلهم وبيهجم على ايك بس بيتصدى ليه. وايك بيقول زي ما توقعت التنين ده بيوقف الزمن. وايك بيهجم بسرعه كبيره جدا وبيصيب التنين بس بيتفادى بقيه الضربات وبيكون هيوقف الزمن. بس في الوقت ده حد بيتكلم وبيقول وقف مكانك والتنين بيتصدم وبيقف وبيقول معقوله اللي جاب التماطيا هنا. بس بيكون ده كريمزون والتنين مش عارف ايه اللي حصل له وازاي وهو مفكر كريمزون الملك المجنح. اقول لكم بقى يا جدعان ليه ده، لان كريمزون كان الملك المجنح السابق وبس كده. وكريمزون بيقول لايك اوريك انا بقى ازاي تتصدى لوقف الزمن وبيرمي كوره على التنين. والتنين اول ما بيوقف الزمن بيخرج اشعه بقوه مرعبه وبتحرق التنين في لمح البصر ومحدش فاهم حاجه ازاي قضى عليه بالسهوله دي. وبيكون كله بسبب القنبله دي وكريمزون عدلها على اساس انها تنفجر باشعه الشمس لما الزمن يتوقف. وبسبب ان الزمن واقف فمعنى كده ان القنبله هتفضل منفجره باشعه الشمس فتفضل تحرق فيهم. يا ابن اللعيبه يا كريمزون شغل شياطين والله. وفي الوقت ده بيجي ناس كتيره وكانت المفاجاه دول هم ال 1500 مدني. وكريمزون غسل ادمغتهم وادالهم اسلحه علشان يقاتلوا. لا بيشغل دماغه برضه. وكريمزون بيقول لنفسه اولوتوزورا اكتشف خطتنا وده اللي كنت متوقعه وانا هخلي البشر دول يقاتلوا علشان اخفف الحمل من على دوائر الانتقال. ومن هنا بدات الهجمه المرتده. وفي الوقت ده بيكون قاعد قائد دوائر التنقل واللي اسمه فو وبيظهر قدامه تنين متفوق. بس فو بيظهر قوه شيطانيه قويه جدا وبيقضي عليه في لمح البصر. وكريمزون بيشوفه وبيقول الولد ده قوي جدا وعاوز يسيطر عليه هو ومجموعته. ومن الناحيه الثانيه الاميره وجنودها بيشنوا هجوم مضاد على التنانين المتفوقه وفشخنهم حرفيا. بس في اللحظه دي بيظهر تنين متفوق من ورا الاميره وبيصيبها بهجوم قوي والتزورا فرحانه. بس في اللحظه دي تكتورا بيقول له اهدى خد بالك من المنطقه اللي ورايا 30% من التنانين ماتوا في لمح البصر. وبيكون شن والعجوز وراجنا نازلين في التنانين ضربه مش راحمين حد بس التنانين بتكون كتيره جدا. وشن بيقول بس راجنا لسه ما استسلمش معنى كده اني مش هستسلم انا كمان. وراجنا بيضغط على نفسه جدا وبيقول انا مش هقف هقضي على تكتورا واولوتوزورا واي تنين يقف قدامي. وبعدها بيفتكر كلام شن وبيستريح وبيحس انه قادر يقاتل بحريه اكتر. وفي الوقت ده بيظهر قدامهم عدد كبير من التنانين بس راجنا في لمح البصر بيفرتكهم كلهم. والعجوز وشين بيتصدموا. والعجوز بيقول رغم كل تعبه ده الا انه لسه مكمل بمستوى مرعب من القوه. واولوتوزورا في الوقت ده مش فاهم مين ده. وهنا بيجي عدد كبير من التنانين وبيهجموا على راجنا. وراجنا بيقول لنفسه علشان احقق هدفي لازم اتقن فنون الفضه. وبيهجم على التنانين بقوه وبيركز وبيقضي عليهم في لمح البصر. ومن الناحيه الثانيه مقاتل بيروح وبيحمي الاميره وبتكون اتصابت باصابات خطيره وبتقول له ياخدها ويروحوا للشمال الغربي وبيعمل كده فعلا. واولوتوزورا بيقول مش عارف اتواصل مع تنين الوقت اللي بعته للقاعده ويقول معقوله يكونوا قضوا عليه. تكتورا بيقول لنفسه كمان 5 دقايق هفجر كل حاجه وهدمرهم كلهم. يا ترى تكتورا بيخطط لايه؟ ومن الناحيه الثانيه شين بيبص لراجنا ومصدوم من قوته واصراره. وبعدها بيكملوا ماشيه وراجنا نازل في التنانين ضربه مش راحمهم. وراجنا كل ده وحاسس انه بيتحرر وقوته بتنطلق. والعجوز بيقول لنفسه ده مش تطور لا ده راجنا بيستعيد مهاراته وغرائزه النايمه. زي ما توقعت راجنا حصل على قوته بخبره لزمن طويل. والعجوز وشين بيقتلوا التنانين بقوه كبيره. وهنا الثلاثه عاملين شغل جامد قوي يا جدعان. وفي الوقت ده اولوتوزورا بيبعت تنين متفوق لراجنا وبيقول التنين ده عنده قوه جباره جدا وهو بيسحب فريسته ناحيته وبيفترسها في لمح البصر ومستحيل بشري يقدر يقاومه. وبالفعل بيسحب راجنا ناحيته بس على مين يا معلمه؟ راجنا بيفرتكه في لمح البصر وبكل سهوله. واولوتوزورا بيقول ازاي ده حصل مع اني بعت تنانين متفوقه ومتوسطه الا انهم ماتوا في اقل من دقيقه. وبيقول وفي حاجه كمان وبيشوف المدنيين وهم بيقاتلوا بالاسلحه وبيقول مين اللي جاب دول هنا؟ في حاجه غلط بتحصل والاسلوب ده مش اسلوب
الاميره اكيد في حد بيتحكم في الحرب. ومن الناحيه التانيه كريمزون بيكون واقف عند دوائر النقل، وبنعرف انهم لسه ما جمعوش السحر المطلوب لنقلهم، فكريمزون بيخلي المدنيين يهجموا على فوق يثبتهم كلهم، وبيقول انا اللي هتحكم في الدوائر دي وما تقلقوش هقدر انقلكم من هنا بس من غير ال 1500 مدني. وفوق بيتصدم وبيقول الاميره كان عندها حق لما قالت ان كريمزون ده شرير ومحدش يامن له. وفوق بيقول لكريمزون بس انت مش هتقدر تفعلها علشان انا الوحيد اللي اقدر اعمل كده. فكريمزون بيقول له وعلشان كده عاوز اوطد علاقتي معاك. وبيكون كريمزون عاوز يغسل دماغه زي الباقي. نرجع تاني لألتزورا اللي بيقول لنفسه ان اسلوب القتال ده هو نفسه الاسلوب اللي كان بيقاتل بيه الشخص اللي كان مع راجنا كان هيقتل التماتيا. معنى كده ان راجنا ده موجود هنا، والاحتمال الاكبر انه يكون الشخص ده، وفعلا بيكون اللي قصده عليه هو راجنا. وبيقول استدعي كاموي ولا لا؟ وبيقول لها لو استدعيته ممكن يكون العدو مخطط لكده، واول اما استدعيه يقضوا على التماتيا وهي لوحدها. وفي الوقت ده كريمزون بيقول لنفسه انت اتخذت القرار الصح يا التزورا، وعشان كده انت هتغلط. وهنا جنود الاميره عاملين شغل عالي ومكتسحين جيش التنانين. نرجع تاني لكريمزون اللي بيستخدم سحره على فوق وبيكون هيسيطر عليه، بس اخته بتتكلم وبتقول له لا يا فوق ما تخليش الراجل ده يسيطر عليك. واحد بيطلق على اخته فوق واللي اسمها ماجي وبتقع على الارض. وكريمزون بيقول كل 10 ثواني هقتل واحد من هنا لحد ما تفعل الدائره السحريه، وبيكون هيقتلهم. ففوق بيقول له خلاص هفعلها، بس في اللحظه دي ماجي بتخرج قوتها وبتتغير شكلها. وكريمزون بيتصدم مش معقوله، وبيقول الجنود يهجموا عليها بس ما بيلحقوش. وفجاه كريمزون والمدنيين اللي معاه بيختفوا وبيكونوا انتقلوا لمكان بعيد جدا. يا كريمزون صعبت عليا والله. وفي الوقت ده الاميره بتجمع كل طاقات الجيش بتاعها وبتجمعهم في اقوى سيف عندها وبتهجم بيها بقوه جباره جدا، والهدف هو تراتكتورا. والتزورا بيزعق وبيقول له تفاداها يا تراتكتورا هتقتلك. بس تراتكتورا بيهجم على السيف، بس السيف بيخترق ضربته وبيصيب تراتكتورا بضربه مرعبه جدا. بس لسه ده مش كافي، والاميره بتقول امسك السيف وكمل، وبتكون قصدها على راجنا. وبالفعل راجنا بيمسك السيف وبيهجم على تراتكتورا بضربه مرعبه جدا، قوه جباره يا جدعان، وبيتفرتك تراتكتورا. بس راجنا بيقول لسلايم ياخدوا للمكان بتاع تراتكتورا، وبيقول تراتكتورا فجر نفسه قبل ما الضربه تصيبه. والتزورا مش مصدقه وبيقول معقوله انت مت يا تراتكتورا؟ فتراتكتورا بيكلمه وبيقول له لا بس هموت قريب، انا فجرت نفسي علشان اتفادى الموت اللحظي، بس قبل ما اموت لازم اخدهم معايا. شكل تراتكتورا ناوي يستخدم سلاحه السري. والتزورا بيقول له ده غلطي، انا اللي ما استدعيتش كاموي من الاول. فتراتكتورا بيقول له الغلط مش غلطك، اهم حاجه دلوقتي نعرف هنعمل ايه. فالتزورا بيقول له فجر نفسك وخد معاك كل اعدائنا، وبيودعه وبيمشي. وتراتكتورا بيفجر نفسه وبيظهر انفجار مرعب جدا، وراجنا بيحاول يتصدى ليه بالجينكي بتاعه بس مش قادر، والانفجار اكبر بكتير منه. والاميره بتقول لو راجنا ما قدرش يتصدى للانفجار ده هنتبخر كلنا ومفيش مفر من كده، واملنا الوحيد هو راجنا. وراجنا قاعد يقاوم وبيقول لازم ازود القوه اكتر بس هو مش قادر. والاميره بتقول بس ليه هو ما بيخرجش كامل قوته؟ وبتبص على هالته وبتعرف ان كل ده بسبب ان سيفها مش قادر يستحمل قوه راجنا. والاميره بتجمع كل قوتها وبتدعم راجنا، وكل الجنود بيحموها، والاميره بتحط كل قوتها في السيف علشان ما يتكسرش. وفعلا راجنا بدا يسيطر على الانفجار، بس تراتكتورا عازم انه يدمرهم. والاميره بتقول ده امر بديهي، ده راهن بحياته علشان يقضي علينا. وراجنا بيقول لها ما تقلقيش، وبيسيب السيف وبيقول لها جوايا سيف عاوزك تدعميه، عاوز ارد بكامل قوتي. والاميره بتدخل جوه روح راجنا وعينها بتدمع من عظمه قوه راجنا ومش مصدقه اللي هي فيه. وراجنا بيطلق العنان لقوته وبيطلق قوه جباره لاقصى درجه، قوه لم يشهدها العالم من قبل. والتزورا اتصدم صدمه عمره، وكل الجنود مصدومين من رعب القوه اللي شايفينها، والانفجار كله بيتجمد. والاميره بتكون بتعيط وبتكون شافت كل حاجه مر بيها راجنا، وبتقول له قوتك دي بسبب ذاتك المستقبليه. وبتقول له ليه بعد كل ده بقيت وحيده؟ وهنا حبت الاميره بطلنا راجنا وبتقول له تعالى معايا يا راجنا وسيبك من كريمزون الشرير ده وانا هكون معاك على طول. وبتقول نتقابل بقى بعد الانتقال. وراجنا بيشكرها وبيقع على الارض وبيقول اخيرا خلصت الحرب واخيرا انتهت الحرب. وفعلا كان
وقت صعب جدا، بس راجنا كان بالمرصاد وتحضير دوائر الانتقال انتهى وفو بيفعلها وكله فرحان بالنصر وخلاص هينتقلوا، بس الفرحة ما بتكملش ورقبة الأميرة بتطير في لمح البصر. وهكذا وصل الشر الأعظم والتي كاموي وبيروح لراجنا وبيقول له يلا جه وقتنا قتلنا، وراجنا مصدوم صدمة عمره وكاموي بيصيبه بقوة وبيزعق وبيقول لراجنا أنا خصمك الأخير يا راجنا، اخرج كل قوتك وقاتلني. ومن الناحية التانية نيبولون بيروح لألتماتيا والتماتيا بتقول له ما تقلقش، مش قادر اتخيل ان كاموي هيخسر قدام اي حد. وهنا راجنا بيفتكر لما كان كريمزون بيقول له ان الملك المجنح بيدي قوته وبيعلم تقنياته لاصحاب السيوف الشيطانيه ال8 ودول اقوى واعظم التنانين العظمى وهم 6 مخالب ونابين. وكاموي لما كان بشري قتلهم واخد سيوفهم وبقى معاه اقوى سيف وقوه جباره جدا. وهنا راجنا بيتبادل الضربات بشكل مرعب مع كاموي وبيكسر دماغ كاموي بس من غير فايده، وكامو بيصيب ضربه مرعبه وراجنا بيجمع القوه اللي في ايده وبيهجم على كامو وبيصيبه وبيقسمه نصين وبيهجم عليه تاني، بس راجنا بيقع على الارض وكامو بيظهر هيئه الحرب بتاعته وبيقول لراجنا ده اخرك ولا ايه؟ وراجنا مش قادر يتحرك، بس في اللحظه دي راجنا بيغمى عليه وبيمر الوقت وراجنا بيصحى وبيكون انتقل بدوائر النقل وبيكون بقيه الجيش قاعدين واملهم متدمره بسبب موت الاميره. وبيخرج راجنا من المخيم وبيلاقي العجوز قاعد ومحبط جدا وراجنا مش عارف يقول له ايه. وفي الوقت ده بيجي ايكا قائد الجيش وبينده لراجنا وراجنا بيروح معاه وبيقول لراجنا انه عاوزه يقابل حد. وهم ماشيين حبه مدنيين بيوقفوا ايكا وبيقولوا له ان الاكل خلص ومش مكفيهم، فايك بيقول لهم انه هيتصرف في اقرب وقت وبعدها بيكملوا ماشيه وايك بيكون محبط جدا وماسك نفسه بالعافيه وراجنا بيحاول يهديه. وفي اللحظه دي بيسمع صوت التماتيا وبيتصدم وبيبص وراه وبيلاقيها وبيهجم عليها وبيدغدغ وشها في لمح البصر وايك بيمسكه وبيقول له لا، فراجنا بيقول له دي التماتيا الملك المجنح. وفي اللحظه دي الوقت بيقف وبيرجع تاني وبيظهر عدد كبير منها وبتقول اول مره حد يصيبني بالسرعه والقوه دي، وبالقوه دي اكيد فعلا انت تعادلت مع التماتيا. وبتقول له انا عضوه في الكنيسه مش الملك المجنح، وبتكون هتقتل ايكا تعويض لقتل راجنا لنسخه من نسخها. فراجنا بيقول لها انت تقدري ترجعيها للحياه مش كده؟ فبتقول له ايوه انا، بس ده بيستهلك سحر كبيره. فراجنا بيقول لها رجعيها ولو قتلت ايكا هقتلكوا كلكم. فبترجع نسختها للحياه من تاني وبعدها بيقعدوا مع بعض وبتيجي معلمه الاميره وبنعرف انها عضو في الكنيسه وبعتوها للاميره علشان تخليها تنضم للكنيسه بس فشلت، ودلوقتي هم عاوزين راجنا ينضم ليهم وفي المقابل هيتكفلوا بكل احتياجات المدنيين، بس راجنا بيرفض. وفي الوقت ده تشيمرو خادمة كريمزون بتشاور راجنا وبعدها بتمشي، وعضوة الكنيسة واللي اسمها كارلا بتقول له ولو ما انضمتش لينا للأسف مش هنقدم لكل الجنود والمدنيين دول المساعدة. وراجنا بيرفض برضه ينضم ليهم وبيغضب وبيكسر الترابيزة وبيقول لها هتساعدوا المدنيين دول. فبتقول له وايه المقابل؟ فبيقول لها المقابل اني هقتل الملك المجنح التماتيا. وبعدها بيمشي وكارلا بتبتسم وبتقول شكل الدنيا هتحلو. وراجنا بيروح وهو والسلايم لمكان مهجور وبيروح يقابل كريمزون، وكريمزون بيقول له اول حاجه لازم نعالجك. وبيروحوا للغرفه السريه بتاعت كريمزون ودي اللي نيبلهم وراجنا دمروها قبل كده، وكريمزون نقلها على سطح القمر. وبيمر الوقت وراجنا بيتعالج وكريمزون بيقول له دلوقتي بعد موت اميره الفضه وهزيمه التنانين انتهت معركه مملكه ليزا، عاوزين بقى نركز على هدفنا ونركز على تطوير قوتك الاول. فراجنا بيقول له لا لسه ما خلصناش، لسه التماتيا ما ماتتش. فبيقول له هنقضي عليها. فراجنا بيقول له لا عاوز اقضي عليها دلوقتي. فكريمزون بيقول له هزيمتك لالتماتيا دلوقتي مش هترجع الاميره وعاوزين نضم لينا كمان بقيه جيشها. فراجنا بيقول له لا الاميره لسه عايشه. فكريمزون بيقول له مستحيل ده راسها اتقطعت لعلمك. فراجنا بيقول له عارفه، بس ساعتها والتي كاموي يرجع راسها في لمح البصر وكأن ما حصلش حاجه، وغير كده انا لسه حاسس بوجودها. وليه كاموي خدها معاه لو هي ميته؟ فكريمزون بيقول بس برضه مش معنى كده انها عايشه وانت مش عارف ايه اللي مستنيك هناك. فبيقول له بس لازم اروح. فكريمزون بيقول له مستنيك دلوقتي التماتيا وكاموي ومش هتقدر عليهم ولا تقدر تعمل اي حاجه. فراجنا بيقول له انا هتصدى لكاموي وانت الالتماتيا، مش انت الملك المجنح السابق؟ اكيد
انت تعرف تقاتل التماتيا؟ فكريمزون بيقول له لسه ما حضرناش لاي حاجه، والتحضيرات هتاخد وقت ومش هيكون فايده من الحرب من غير الخطه والتحضيرات. فراجنا بيقول له لا، الفايده هي الاميره، لازم ننقذها. فكريمزون بيقول له لا، هي مش هتفرق معانا في حاجه، اهم حاجه قوتك، عشان انا بخطط اعمل جيش كامل مسلح بالهاله بتاعتك، ولازم تسمع كلامي عشان انت اقسمت لي قبل كده. وراجنا بيفتكر اول مره اقسم فيها لكريمزون عن ولائه ليه، وكريمزون بيقول له مش عاوز اخسرك يا راجنا. فراجنا بيضحك وبيقول له خلاص، هراهن المره دي بكل ما املك وهي حياتي على اني انتصر. لو انتصرت فهكون حققت هدفي، ولو مت خلاص هكون عملت اللي عليا. وبيكون ماشي، فكريمزون بيكون مصدوم ومش مصدق نفسه، وبيقول لنفسه في الاول كان عيل اهبل، بس دلوقتي بقى شخص تاني خالص ومش قادر اسيطر عليه. وراجنا بيقول له شكرا، وبيكون ماشي خلاص. بس كريمزون بيقول له هتندم. وفي اللحظة دي راجنا بيحس بدوخة قوية جدا وبيطب ساكت على الأرض، وبيكون ده بسبب السم اللي راجنا شربه في الأول، علشان ده لو خالف اوامر كريمزون السم هيقتل راجنا. اوعى يكون راجنا مات بجد. وكيميرا بتقول لكريمزون هو مات بجد ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه، لا انت فاكراني بهزر، بس عادي هقدر اتحكم في جسمه وفي قوته وهنسخ منه كتير. وبيضحك، ولكن في اللحظه دي راجنا بيقف من تاني وبيكون لسه عايشه، وبيقول ايه ده، هو انا ما متش ليه؟ وكريمزون مصدوم صدمه عمره، ايه ده يا جدعان، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وراجنا بيضرب كريمزون بالراحه، بس كريمزون بيطير بعيد بقوه وبينزل دم من كل حته. وراجنا بيقول له انا في حاجه محيراني، ليه كلماتك ما بتاثرش عليا مع انها بتاثر على كل الناس، وكذلك قوتك؟ والكاميرا بتهجم على راجنا، بس راجنا بيمسكها وبيثبتها في الارض وبيقول وفي حاجه اغرب في المستقبل، اول ما قابلتك قتلتك مرات كتيره ولاحظت ان في حاجه غريبه، ان قلبك مش موجود. ليه بقى قلبك مش موجود؟ فكريمزون بيتصدم وكأن راجنا كشف عن سر ضخم جدا بالنسبه ليه. وراجنا بيقول له قلبك فين؟ والكاميرا بتكون هتهجم على راجنا تاني، بس كريمزون بيقول لها لا اقفي، وبيقول لراجنا خلاص امشي وما اشوفش وشك قدامي تاني. وراجنا فعلا بيمشي. بعدها كريمزون بيدخل اوضه، وهنا راجنا بيوصل لاعضاء جيش الاميره وبيقول لهم ان الاميره عايشه وبيكونوا هيروحوا ينقذوها ويشنوا الحرب على بقيه سلاله التنانين. ومن الناحيه التانيه والتي كاموي بيقول للاميره خلاص بقى هتعملي نفسك نايمه لحد امتى؟ وفعلا بتكون الاميره لسه عايشه وبتصحى وبتبص على كاموي وبتكون مصدومه وبتقول لنفسها قوي جدا، لا ده الاعظم قوه وما فيهوش غلطه، عنده اعظم القوه في العالم. وكاموي بيمسكها وبيقول لها ما تفكريش انك هتفضلي عايشه كده كتير، لا بصي كده على العلامه اللي في رقبتك دي، ويقول لها دي علامه سوم اللي عمله زورا، واول ما يقرب منك راجنا والباقي هتموتي. وفي اللحظه دي جسم كاموي بيتدمر، بس بيعيده من تاني وبيقول اصابات رخمه جدا ودي بسبب ضربه راجنا اللي اصابوا بيها. وبيقول مع اني جددت جسمي مرات كتيره الا انها لسه مؤثره عليا، بس انا جبتك هنا علشان عاوز اقاتل راجنا وهو بكل قوته، علشان كده هتصنع اقوى سيف في العالم علشان يقاتلني بيه، ويا ريت يكون في مستوى السيف ده. وبيوري لها سيفه وبتتصدم من رعب السيف. وهنا التماتيا بتكون قاعده لوحدها وبيجي شخص قوي جدا وبيكون ده العجوز اللي من التنانين العظمى واكتمل تطوره ودي اقصى قوته، والمفروض ان بعد ما الحرب تنتهي هيموت. وفي الوقت ده بيلاحظوا حاجه غريبه، وهو ان الشمس ما بتشرقش. والعجوز بيروح لنيبولوم ونيبولوم بيقول له انا اللي عملت كده، فبيتصدم. ونيبولوم بيقول له البعد ده هو ميراث الملك المجنح السابق واللي هو كريمزون. للتوضيح بس يا جدعان، وكان بيقدر يتحكم في الزمان والمكان، ونعرف ان نيبولوم هو وريث قوه كريمزون، وهو قدر يوقف الشمس في المنطقه دي. والعجوز مندهش من عبقريته وقوه نيبولوم، ونيبولوم بيكون زعلان ان العجوز هيموت بعد الحرب. وهنا نعرف ان العجوز كان من السلاله القديمه اللي هي سلاله كريمزون. والعجوز بيقول لنيبولوم الملك المجنح السابق كان قوي جدا وبارد المشاعر وما كانش بيحب ملكنا وما كانش بيفرق معاه موت اي واحد مننا، على عكس السيده التماتيا بتحبنا جدا وبتهتم بينا، فعلشان كده لازم نضحي بحياتنا علشان نحميها. وهنا كريمزون بيكون نايم، وفي الوقت ده بيتحرك ديل كيميرا وبيروح لكريمزون وبيتكلم وبيقول له
ده مش من طباعك يا ملكة. وبنعرف ان ده اسمه هيبي، وده كان تنين اعظم من سلالة كريمزون. وبيقول لكريمزون فاكر بورجيوس الراجل العجوز قرر خلاص يضحي بحياته، وبكده ما عادش غيري انا وانت اللي لسه عايشين من السلالة القديمة. وبعدها بيمشي وكريمزون بيعرض صورة مكان التماطيا والتنانين العظمى، وبيقول هم ليه لسه ما وقفوش الزمن؟ معقولة تكون التماطيا لسه مش قادرة توقف الزمن؟ وبعدها كريمزون بيقوم وبيقول لكيميرا وهيبي والسلايم وجوليم تابع كريمزون جهزوا نفسكم، هنشن الهجوم دلوقتي وهنروح نصطاد التماطيا. العركة بدأت يا جدعان، المعركة الفاصلة، يا اما نهاية سعيدة او نهاية مش هتعجب حد. ومن الناحية التانية العجوز بيقول لراجنا يبرزوا مبارزة خفيفة كده، وبيوافق وبيهجموا على بعض بسرعة مرعبة، وراجنا بينتصر. وراجنا بيقول للعجوز انت بقيت اقوى بكتير على فكرة، والعجوز بيقول له وانت كمان ظهرت قوة اكتر رعبا ليك. وبيمر الوقت وكل جنود بيجتمعوا علشان هينتقلوا، وكارلا بتنفذ عليهم الطقوس وبتدي لهم قوتها، وبقوتها يقدروا يتفادوا سحر التحكم بالزمن لمدة 3 دقايق من تفعيله. وكارلا بتموت لانها استنزفت كل طاقتها، وفي اللحظة دي بينتقلوا كلهم وبيكونوا داخلين دخول رايق يسبب حرايق. بيكون مستنيهم تحت التنين العجوز بورجيوس وأولوتوزورا، وراجنا بيشوف كاموي وبيروح له، ونبلهم بيقول في حاجة جاية بس منين؟ وبيكون في حاجة جاية من فوق، وبيكون ده كريمزون، وبيقول معنى انهم لسه ما وقفوش الوقت يعني التماطيا مش قادرة. وفي الوقت ده بينطلق جوليم خادم كريمزون، وبورجيوس بيهجم عليه، بس جوليم بيرد له الهجوم وبيصيب تنانين بورجيوس وبيفرتكهم. وكيميرا بيتقاتل مع جوليم، وبورجيوس بيطلق العنان لقوته وبيصير تنين ضخمة وقوي جدا. ومن الناحية التانية راجنا بيروح للأميرة وبتكون لسه عايشة، بس كل ما الوقت يعدي السم بينتشر في جسمها أكتر، وراجنا مش عارف يعمل إيه. وهنا سورا بيتحول لهيئة القتال وبيكون هيحارب بقية جيش الأميرة. نرجع تاني لراجنا، والأميرة بتشاور له على السيف وبتقول له ده أقوى حاجة قدرت أعملها، وبتعتذر له وبتقول له أنا آسفة علشان ما قدرتش أعمل سيف يناسب قوتك. فبيقول لها لا ما تعتذريش، اتفرج عليا وأنا هفوز وهقضي على والت كامو بالسيف ده، وهقضي على كل سلالة التنانين. وبتيجي المعلمة وبتشتري الأميرة، وراجنا بيقول لها شوفيني وأنا بقضي عليهم. وبيروح وبيقول من الآن أنا هكون أقوى من نفسي المستقبلية. وبتخرج من راجنا قوة جبارة. راجنا ناوي يتخطى كل حدود القوة البشرية، وبيقول لكاموي اتحول لأقصى شكل ليك بسرعة. فكامو بيقول له اصبر على رزقك احنا لسه ما سخناش. وبيظهر سيفه وبيبقى عملاق جدا، وبيظهر قوته، وقوة كامو بيتهز الأرض حرفيا يا جدعان. وبيقول لراجنا بس يا ريت ما تموتش من ضربة واحدة. وبيهجم على راجنا بقوة كبيرة جدا، بس راجنا بيجمده هو والسلاح في لمح البصر وما تهزش من مكانه سنتي واحد بس. يا جمدانك يا راجنا. وبيهجم بسرعة على كامو وبيقسمه نصين في لمح البصر، وراجنا بيقول له يلا اظهر كل قوتك انا مستنيك. وبتخرج من راجنا هالة مرعبة جدا، وشكل السيف بيتغير وبتظهر اقوى قوة شاهدها العالم الى الان. دي شكلها تبقى بردغانة يا جدعان. وكامو بيضحك، ايه الجنون ده؟ الاتنين بيتحدوا بعضهم، وكاموي هو كمان بيظهر اقوى شكل ليه. ده الدنيا كده ولعت خلاص يا صديقي. وكامو بيهجم على راجنا بهجوم مرعب جدا، وكذلك راجنا بيهجم عليه برضه، والمنافسة بينهم بتكون عالية جدا، بس راجنا بيتصدى ليه وبيروح له وبيسيبه بضربة قوية، بس كامو ما بيسكتش وبيديله واحدة بيلزقه في الارض، وبيهجم عليه تاني، بس راجنا بيتفاداه وبيتبادلوا ضربات سريعة وقوية جدا، بس راجنا بيسيب كامو بضربة قوية وبيطيره بعيدة وبيخبط في جوليم وبيكسر له سلاحه، وجوليم بيقع على الارض وبورجيوس بيكون هيقضي عليه، بس راجنا بيجمد هجومه وبيجمد التنين بتاعه، وكامو بيسيب راجنا من بعيدة. ومن الناحية التانية كتيبة الأميرة شغالين ضرب في زورا ومش راحمينه، وزورا بيقول بقوا أقوى من ساعة الحرب، مع إن الأميرة مش موجودة معاهم، وبالذات العجوز ده. والعجوز زانق زورا ضربه ومش رحمه، والعجوز بيصيب زورا مرة تانية، وزورا بيقول لنفسه بس كل اللي بيعملوه ده على الفاضي، أنا كنت بنشر سم من أول القتال وملوش ولا طعم ولا ريحة، بس هو فين؟ وبيتصدم وبيكون فوق بيمتصه من أول ما بدأوا، وزورا بيهجم على فوق بضربة قوية، بس بيظهر العجوز وبيتصدى لضربته وبيقطع دراع زورا، وبقية الكتيبة بيهجموا مرة واحدة عليه، وزورا بياخد قراره وبيضحي بحياته علشان يخرج قوة مرعبة وبيقضي على كل أفراد الكتيبة، وبيبقى ضخم جدا وقوته مهولة، وبيكون هيهجم على شن، بس العجوز بيزقه وبيتلقى الضربة مكانه وبتكون ضربة خطيرة جدا، والعجوز بيتقسم نصين حرفيا. أول واحد ودع من الكتيبة، وهنا كاموي وراجنا بيتبادلوا ضربات قوية جدا، وكامو بيصيب راجنا وبيثبته في الأرض وبيهجم عليه هجوم مرعب
جدا، بس راجنا بيحاول يتصدى ليه بكل قوته، وفعلا بيقدر يتصدى ليه. لا وكمان بيرد الهجوم على كاموي. ومن الناحيه الثانيه نيبلون بيكون واقف وبيقول التماتيا في بعد تاني عن بتاعنا، بس الشخص اللي جاي ده عاوز ياخد السيطره مني. وفعلا كريمزون بدا في تنفيذ التعويذه، ونيبلون متصدم مش مصدق ايه السرعه دي وايه القوه دي كلها، ونيبلون مش قادر يمنع سيطره كريمزون، وبيقول مستحيل، ازاي مهارات الملك المجنح السابق بتخترق كده؟ لا يا نيبلون انت فاهم الحوار غلط، كل اللي في الموضوع ان اللي بيخترقك ده هو بنفسه الملك المجنح كريمزون. وفي اللحظه دي بيظهر السلايم وبيمسك نيبلون، وكريمزون اخترق حاجز نيبلون وبيروح لالتماتيا. وهنا اجتمع الملكان، وكريمزون بيصيب التماتيا بالمسدس في كتفها، والتماتيا بتهجم على كريمزون بسحر النار، بس كريمزون بيتفادى كل ده، والتماتيا بتغضب وبتخرج قوه كبيره جدا. وفي اللحظه دي كريمزون بيدخل بعد تاني وبيخرج قلبه، وبيكون ده قلبه، وبنعرف انه كان خاتم قلبه في المكان ده علشان يكون خالد وما يموتش مهما حصل، بس دلوقتي هو هيرجع قلبه علشان يخرج قوته الحقيقيه. وكريمزون بيقول لنفسه في حالتي دلوقتي مش هقدر اقتل الملك المجنح، اما لو رجعت قوتي فهتكون التماتيا مجرد مبتدئه بالنسبه لي. وكريمزون بيرجع قلبه وبيتغير شكله وبيرجع لالتماتيا وبيهجم على التماتيا وبيكون محاصرها. وبنعرف المسدس ده فاضل فيه 10 رصاصات، ورصاصه واحده بس في القلب كفيله تقضي على التماتيا. وكريمزون بيزود سرعه الرصاصه وبيخترق جسم التماتيا وبيصيبها باصابه خطيره جدا. وفي الوقت ده زورا نازل في الكتيبه ضربه وبيقتلهم واحد ورا الثاني في لمح البصر، وبيكون هيقضي على القائد، بس في اللحظه دي بيجي فوق وبيحميه وبيخرج كامل قوته وبيهجم على زورا وبيصيبه وبيصيب ضربات قويه جدا، بس زورا بيخترق جسمه وفوق لسه مكمل وبيصيب زورا وبيطيره، بس برضه زورا بيوجه له ضربه مرعبه جدا وبيقسم جسمه نصين وبيطير له رجليه وبيكون هيقع في الوادي، بس ايك بيروح وبيلحقه، بس زورا بيكون هيهجم عليه من ظهره، بس واحده من التوأمين بتصيبه بضربات كتيره بس بيروح لها وبيصيبها بضربه قويه جدا وبيكون هيقضي عليها، بس في اللحظه الاخيره بيجي شن وبيديله في وشه، وفوق بيقول له ايك ثبته له 20 ثانيه بس وانا هخلص عليه. فبيجي كريستوفر بيقول له ما تقلقش هثبته لك، وبيهجم على زورا وبيهجم عليه بضربات سريعه وقويه جدا وبيصيب ضربه جباره. وكريستوفر جاب اخره، عملت اللي عليك والله وزياده يا ابني. وفي الوقت ده بيخلص فوق وبيضحي بحياته وبيهجم على زورا وبيصيب ضربات خطيره جدا وبيموت كريستوفر هو كمان. والله كتيبه الاميره عملوا كل اللي عليهم، وكتيبه تستحق التقدير فعلا. وزورا مش صدق انه هيموت خلاص. لا صدق يا زورا، انت قدام اقوى كتيبه عرفتها البشريه، كل واحد ضحى بحياته علشان يرجعوا لاميرتهم ويحموها. وزورا بيقول هديكم مكافاه غير حياتي، وبيشيل تاثير السم من على الاميره، وايك بيروح له وبيقضي على زورا نهائيا. كلهم كانوا بيقاتلوا علشان يحموا اللي بيحبوهم، زي ما الكتيبه بيقاتلوا علشان البشريه واميرتهم، سلالات التنانين بتقاتل علشان ملكتهم التماتيا، وايك بيفتكر صحابه الراجل العجوز وكريستوفر والبنت اللي كانت معاهم وبيودعهم وبيعيط. ومن الناحيه الثانيه كريمزون لسه بيقاتل التماتيا، والتماتيا بتطلق سحرها في كل مكان بشكل عشوائي، بس كريمزون بيبطئ الزمن وبيقول لها بس بقيتي قويه يا كارلا. ايه ازاي؟ مش كارلا دي بتاعت الكنيسه ولا انا غلطانه؟ وبيطلع فعلا ان التماتيا كانت نسخه من نسخ كارلا اللي بيصنعوها الكنيسه وتحولت لتنين وبقى عندها القوه الجباره دي، والتماتيا مش مستحمله الضغط النفسي اللي عليها، وكريمزون قاعد يلعب بمشاعرها. وفي الوقت ده جوليم بيهجم على بوريجيوس بهجوم قوي جدا بيدغدغه حرفيا. وفي اللحظه دي نيبلون بيتواصل مع بوريجيوس وبيقول له انا اسف ما قدرتش اكمل والعدو هزمني، احمي انت التماتيا. وبعدها بيموت نيبلون. وفي اللحظه دي بوريجيوس بيغضب جدا وبيخرج اقصى ما عنده وبيتحول لشكل مرعب جدا وبيفرتك جوليم والكاميرا في لمح البصر. وهنا كريمزون بيكون هيقضي على التماتيا خلاص، بس في اللحظه دي بيجي بوريجيوس وبيخترق البعد الكوني والتماتيا هتهرب من الفتحه اللي عملها. في الوقت ده ظل الكاميرا بيتحرك وبيظهر منه شخص. مين ده يا جدعان؟ وازاي ظهر من ظل الكاميرا؟ وفي اللحظه دي بوريجيوس بيحس بيه وبيغضب وبيزعق وبيقول انت ازاي عايش؟ انت مش المفروض ميت يا هيبي. وبيهجم على هيبي باقصى قوه عنده، بس هيبي ما بيتهزش من مكانه وبيطلق سحر مرعب جدا، سحر الظلام، وبيفرتك بوريجيوس في غمضه عينه وبيدمر المكان كله بضربه واحده بس. ومش كده وبس، وبيدمر البعد الكوني اللي فيه التماتيا
وبيصيب التماطيا بضربات مميته، وكمان بيصيب كريمزون. بس مين الشخص ده وايه القوه المهوله دي كلها؟ وكريمزون بيشوفه وبيكون عارفه، وهيبي بيقول له ما كانش عندي خيار تاني. ونعرف ان هيبي ده كان تنين اعظم من سلالة كريمزون، وكان معاهم بروجيوس من الجيل القديم، علشان كده هو عارفه. وهيبي بيختفي تاني وبيرجع في جسم الكاميرا، وبروجيوس بيكون بيودع خلاص، وبيقول هيبي موجود هنا يعني، وبيخاف جدا وبيقول عرفت مين هو العدو، وبيكون عارف ان كريمزون الملك السابق لسه عايش، وبيزعق وبيقول كاموي احمي التماطيا، ما عادش غيرك اللي متبقي. وفي اللحظه دي ايك بيظهر وبيطير رقبه بروجيوس، وهكذا مات العجوز بروجيوس. وايك وبقيه الجنود بيجروا على التماطيا، وراجنا وكاموي لسه بيضربوا في بعض لدرجه انهم بيتقاتلوا في الفضاء الجوي. وراجنا بيسيب كاموي بضربه قويه وبيشحن قوته في سلاحه وبيهجم بضربه مرعبه جدا، وكاموي شكله فقد الامل. وفي الوقت ده المعلمه بتظهر فوق التماطيا وبتصيبها وبتقعد تضربها، والتماطيا بتصرخ وبتنشر سحرها في كل مكان وبتزعق على اخرها وبتنده باسم كاموي. وفي اللحظه دي جاءت هزه ارضيه مرعبه بتلزق كل اللي واقف على الارض، وبيكون كاموي تخطى كل حدود قوته ومستواه بقى جبار حرفيا. وراجنا مصدومه، انت ما بتهمتش يالا ولا ايه؟ وكامو بيهجم على راجنا وبيصيبه بضربه قويه، وراجنا مش عارف يتصدى ليه، وبيضرب راجنا بقوه جدا وبيمسك دماغه وبيظهر مخلب مرعب وبيهجم عليه بقوه فتاكه. ايه يا راجنا هتسيبه كده ولا ايه؟ وفي اللحظه دي كامو بيقطع رقبه راجنا وبيطير دماغه. ايه ده؟ انا فكرت راجنا هيرد الهجوم. ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ كده كاموي خلاص ضمن انه انتصر. بس لا يا معلم، مش بالسهل كده يا كاموي. راجنا بيلحق نفسه وبيربط دماغه في لمح البصر وبيصيب كاموي بهجوم قوي، وراجنا بيتخطى حدود قوته هو كمان. وفي الوقت ده التماطيا بتفتكر كل ذكرياتها مع كاموي لما كانوا بشر، وبتعيط وبتندهله وكانها بتودعه. وكاموي بيهجم باقصى ما عنده وبيهجم بكل قوته، ومتاكد المره دي انه هيقتل راجنا. بس راجنا كان ليه راي تاني وبيهجم بقوه مرعبه جدا وبيفرتك كاموي. خلاص يا كاموي استسلم، محدش يقدر على بطلنا راجنا. وهكذا مات الاسطوره كاموي. بس هل كده الحرب خلصت؟ هنشوف دلوقتي. في الوقت ده التماطيا بتزعق وبتنهار جدا، وفجاه بيتوقف الزمن. ده كده كل اللي عمله راجنا والكتيبه هيروح على الفاضي. والتماطيا بتقول هرجع الزمن وكأن مفيش حاجه حصلت وهنقذ كل السلاله. بس في اللحظه دي بتكون البنت اللي من الكتيبه بتقدر تتحرك، لان لسه هواكي توقيف الزمن اللي نسخه كارلا عملته عليهم لسه شغاله، وبتقرب من التماطيا وبتقول لنفسها بس لو سبتها رجعت الزمن كل اللي ماتوا من الكتيبه هيرجعوا، وكمان اختي هترجع. قدامها اختيار صعب جدا، يا اما تنقذ البشريه وتنهي الحرب او ترجع كل حبايبها تاني للحياه. ويا عالمه هل هيقدروا ينتصروا تاني ولا لا؟ بس بتختار انها تنهي الحرب وبتقضي على التماطيا نهائيا. وهكذا انتهت اكبر كارثه مرت على البشر، وانتهت الحرب بخسائر مهوله. وكريمزون بيختم قلبه تاني، وراجنا بيكون قاعد وزعلان على الناس اللي ماتوا في الحرب دي. وبتمر الايام وكريمزون بيروح لراجنا وبيقول له في حاجه عاوزك تشوفها، وبيوديه لمكانه. وبتعرف ان الاميره فضلت عايشه بس هي دلوقتي في غيبوبه. وراجنا بيفرح جدا وبيشكرهم كلهم وبيودعهم وبيلبس رداءه وبيكون ماشي. بس شين بيقابله وبيقول له هتمشي؟ فبيقول له ايوه هروح بقى اكمل على بقيه التنانين. وبعدها بيمشي مع كريمزون والسلايم. وهكذا انتهت قصه بطلنا صائد التنانين راجنا. لو عجبتك الحكايه ما تنساش اللايك والاشتراك. واحب اقول لك يا صديقي ان في شغل عالي قوي جاي في الطريقه، استنونا واشوفكم بخير ويلا سلام.